مقابل 1. مصارحة الجماهير بدأت من خارج المدينة. اليوم أولد تراس نفط ميسان حاضر في هذه المباراة ليعطي المؤازرة ليعود ليصالح الفريق ويتواجد في المدرجات. القرمة القادم من انتصار كبير على صقور الوطن على القوة الجوية بهدفين مقابل 1 مع تألق النجم الجديد الوافد يوسف عمرو. هنا يحل ضيفا ثقيلا على نفط ميسان. مباراة الذهاب انتصر فيها فريق نفط ميسان بهدفين مقابل 1. اليوم مباراة الإياب، وجه جديد، شكل جديد، مع زخات المطر، مع أجواء جميلة، مع تنبيهات بقدوم الربيع. يبدأ الشتاء مغادرا ويرى الدفء على مناطق البلاد قد بدأ، ومن ثم اعتدال الربيع بانتظار صافرة حكم المباراة السيد أحمد قاسم حكم الدرجة الأولى الذي يقود هذه المواجهة. مشاهدينا الكرام، في رحلة المباراة يتواجد معي الوجه الجديد في التعليق الرياضي ورفقتي الزميل العزيز عباس الميالي. عباس، أهلا بك، وإن شاء الله تكون بداية جيدة ورفقة موفقة في هذه المباراة. شكرا زميلي أمير، وإن شاء الله نتمنى التوفيق ولكل أنديتنا. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، يسرنا أن نكون معكم اليوم لدوري نجوم العراق، قمة جماهيرية مرتقبة ما بين صقور الغربية وفرسان المملكة. هذه المباراة أكيد اللي يترقبها الكثير، وهذه جماهير نفط ميسان التي تشاهد وتتابع في هذه اللحظات. أمامكم أحمد خلف مدرب فريق نفط ميسان، مدرب فريق القرمة عفوا، وأحمد قاسم حكم المباراة. إذن نفط ميسان 29 نقطة، المركز الحادي عشر. مباراة طموح في المباراة سيتجه مباشرة إلى المركز التاسع ويتقدم، يتساوى مع أربيل، يتساوى مع القاسم، واكيد سيتقدم اعتقد الى المركز السابع في ظل المواجهات مع هذه الفرق. اذا بدايه المباراه تاتي صافره حكم المباراه في لقطه رائعه، لقطه جميله، بلا ابداع وعستار يتواصل في لا ليغا العراق. وهنا على بركه الله تبدا هذه المواجهه. مشاهدينا الكرام، احمد خلف مع علي عبد الجبار، مواجهه لاسمين ارتبط احدهما بتاريخ الظلمه والاخر بتاريخ القوى الجويه على مسار التدريب. اليوم واحد يقف على نفط ميسان والآخر على فريق القرمة. تلعب الكرة صقور الغربية، المحاولة تأتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. خيارات المدربين، نبدأ بالضيوف. القرمة رباس عبد الله بدل محمد حميد الغائب عن المباراة للإصابة، جيفرسون سيلفا مع محمد الباقر، حسن عاشور وألار كاوا في الدفاع، هيرنلسون كارمو، محمد عدنان، محمد مزهر ويوسف عمرو. هنا المحاولة لصالح نفط ميسان. إذن الدالي اللاعب السابق لنفط ميسان مع مؤمل عبد الرضا في مقدمة الهجوم. هذه الكرة تلعب والمحاولة تصل إلى محمد مزهر ابن المدينة، ابن النادي الذي من هنا خرج إلى النجومية باتجاه إثارة الشرطة. والآن كرة تلعب مرة أخرى إلى مؤمل العائد بعد تجربة الاحتراف، والكرة في الخلف تلعب من جانب جيفرسون في هذه اللحظات. ثنائية ماديرا مع جيفرسون تعطي أمان في قلب دفاع فريق فرسان صقور الغربية. هنا كرة تلعب، المحاولة تصل في وسط الملعب، إعادة الكرة مرة أخرى، تدخل كارمو يحاول أنغولي في كرة، ضغط ممتاز في هذه اللحظات من جانب سجاد جبار. وبالنسبة لخيارات علي عبد الجبار على خليل في المرمى، سواليو إكواتورا مع مهند حبيب في قلب الدفاع، عبد الله خلف وكذلك عباس فاضل على الأطراف، ماثيو مع سجاد جبار وكذلك أيضا اللاعب داوود، وعلى سعد الرباعي الذي يقف في وسط الملعب، وأحمد زامل مع أوكيكي أوفولا بنيجيري في المقدمة. هنا كرة تلعب والمحاولة تصل في الخلف، محمد الباقر كريم، ماديرا يتقدم يلعب كرة على الطرف، إعادة المحاولة الآن، الكرة التي تلعب الآن
مكة وعمر. وهنا المحاولة التي تصل إلى الأمام، عملية التقدم، فيما كرة تلعب الآن مهند حبيب يعود بالكرة إلى سواليو. وهنا الكرات التي تلعب، المحاولات التي تنقل فرسان المملكة، محاولة استمرار سكة الانتصارات مع هذا الفريق. هنا المحاولة التي تلعب وتنقل، يوسف أمرو يحاول أكثر اللاعبين قيمة سوقية في دورينا القادم من جمهورية النيجر. يوسف أمرو الوافد من الملعب التونسي، لاعب السابق. وهنا مخالفة بعد الاحتكاك ما بين أحمد زامل ومحمد مزهر. هنا المخالفة ضربة حرة مباشرة لمدافع اليسار حسن عاشور، نجم القيثار السابق مع الكهرباء مع الزوراء مع أربيل. وهنا الكرة التي ستلعب، عاشور ينقل الكرة عالية، نجم لانيق أيضا، وكرة تصل، الفرصة تعود في وسط الملعب، محاولة البحث عن الرفاق. وهنا الكرة التي تنقل، لكن قطع ممتاز وعملية التقدم. ديمي داودا كيامي يلعب الكرة باتجاه يوكيكي أوفولامي، ولكن ريباز عبد الله رحيم يغادر مرماه ويلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا ريباز عبد الله الذي بقفازه بحماية عرين الصقور الغربية وصل إلى دوري نجوم العراق بعد أن كان في الدوري الممتاز نادي القرمة. هو وصيف ديالا بطل الدوري الممتاز الذي يلعب في الوقت الحالي مع فريق نادي نوروز على ملعب المدينة. هنا كرة تلعب، المحاولة من الطرف، عباس يحاول عملية المرور والحكم يشير إلى رمية جانبية في هذه اللحظات لفرسان المملكة. هنا المحاولة أمامك صاحب الرقم 6 عباس فاضل. وهنا مخالفة يشير إلى حكم المباراة على محمد عدنان دوحي، هذا محمد عدنان. وهنا الكرة التي لعبت باتجاه المهاجم أوكيكي أوفولابي، والكرة على يسار باز عبد الله. المحاولة تلعب عالية ورأسية، الفرصة لكن أمرو، يوسف أمرو أو عمرو، هو كل الدلائل تدل على هذا النجم القادم من النيجر، يعني يكمل ما يفعل عبد المجيد في الشرطة. نشاهد أمرو على المستوى الهجومي مع فريق نادي القرن. هنا الآن يحاول يعيد الكرة في الخلف مرة أخرى، الواصل بالكرة إلى ريباز عبد الله، محاولة في الخلف. الآن محي الدين نجم المنتخب الوطني 31 سنة قادم أوتيس كيتس السويدي. هنا المحاولة عند أمرو، هذا يوسف سجل ثنائية في مرمى القوة الجوية، دخل بقوة هذا الموسم، انتداباته كانت في فترة الانتقالات الشتوية. هنا المحاولة تعود في الخلف، نقل الكرة عالية والكرة تصل مباشرة إلى حارس المرمى علاء خليل، حسن نجم في دكة الاحتياط في مباراة اليوم. هنا الكرة التي ستلعب الآن من جانب حارس المرمى علاء، فريقين متقاربين من ناحية الترتيب، يعني مباراة تجمع صاحب المركز العاشر وصاحب المركز الحادي عشر، مع انتصار النفط ميسان في المباراتين اللتين جمعته بالقرمة. يعني في بطولة الكاس العام الماضي فاز بال1-0 عن طريق علاء الدالي، هداف الفريق في الموسم الماضي اللاعب السوري ومهاجم القرمة في الموسم الحالي، 18 هدفا سجلهم الدالي مع فريق نفط ميسان في الدوري الموسم الماضي، يعني كان متساوي مع إبراهيم غازي. وهنا محاولة تلعب وإلى خارج أرضية الملعب، هذه محاولة رمية جانبية، مساعد الحكم شاكر خالد أديب يشير إلى رمية جانبية. وأمامك علاء سعد النجم اللامع في سماء ميسان هذا الموسم مع نفطها، ويقدم الكرات الجميلة للمهاجمين ويسجل أهداف رائعة جدا من اختصاصه هو. علاء اللاعبين الذين يخرجون من نادي نفط ميسان حقيقة منجم للاعبين هذا النادي، يعني أغلب الأندية لابد أن ترى المواهب فيها خرجت من هذا النادي، وآخر المواهب يبقى سجاد محمد الذي رحل إلى الزوراء مع استمرار رفض المواهب. هنا جعفر ناصر نجم لا يعلى عليه على مستوى الجهة اليسرى، والكثير من الأسماء، أكرم رحيم مع ذكرياته أيضا الهداف. هنا محاولة تلعب والمحاولة تصل الآن، الكرة للفرصة والمحاولة تدخل ممتاز من علاء خليل مع ذكرى وسام سعدون،
هداف الدوري مع نفط ميسان. هنا محاولة وصلت لصالح لاعبي فريق نفط ميسان وإصابة للقائد. السلامة لقائد فريق نفط ميسان في هذه اللحظة سجاد جبار. علي عبد الجبار الواضح أمامك مدرب فريق نفط ميسان صاحب 40 سنة، وأحمد خلف في الجانب المقابل. أحمد آخر تجاربه كانت مع فريق دهوك، قدم مستوى مميز الموسم الماضي. لاحظ هنا التدخل والسقوط الذي كان لسجاد جبار، لكن حكم المباراة كان قريب سيد أحمد قاسم، وبالتالي مباشرة أشار إلى استمرار اللعب. علاء خليل، تشابه كبير ما بين علاء خليل وحسن نجم. هنا الكرة تلعب مرة أخرى في الخلف، المحاولة تصل. حسن نجم تدرج من جميع فئات نادي نفط ميسان العمرية. حسن حارس مرمى قدم موسم جيد يعني بعد رحيل أمجد رحيم إلى الكهرباء. بدأت الأنظار في نفط ميسان تتجه إلى حسن نجم. هنا محاولة أيضا غياب حارس كبير في عرين نادي القرب الصقور الغربية حارس محمد حميد. مخالفة ضربة حرة مباشرة الآن تصل لصالح حسن عاشور في هذه اللحظات. وهنا الكرة التي وصلت في تدخل على حسن عاشور من جانبي علاء سعد، جانبي حامل الرقم 10، ومباشرة المساعد أشار بالمخالفة. إذا كرة تعود ومهند حبيب يلعبون الكرة إلى خارج أرضية الملعب. وهنا الكرة التي تصل إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية. كارمو أو هيرنلسون يحاول غياب أوكولي مؤثر في خط الهجوم. جون كان غيابه كبير جدا، لكن اليوم في دكة الاحتياط، ربما أحمد خلف سيدفع فيه في الشوط الثاني. أوكولي. هنا الكرة التي تلعب إلى خارج أرضية الملعب. إدارات مثالية في الفريقين، الحلول مستمرة، استمرار تواجد نفط ميسان. يعني هبط موسم وعاد واستمر البقاء طويلا لنفط ميسان. القرمة الذي آخر خروج له كان في البصرة أمام الميناء وانتصر بهدفين مقابل لا شيء. هنا أمارو، هنا الخطورة والكرة تلعب. الله، أمارو ووصل معه الخطر، والعارضة رفضت، عارضة الدار البيضاء تمنع الفريق البرتقالي من أن يضع أهدافه الأولى في مرمى نفط ميسان في هذه المباراة. النوايا واضحة والهدوء الكبير. الآن ظهرت له عاصفة قدمها أمارو لمؤمل أمل دوحي. كانت الكرة الأخيرة التي سددت على عارضة مرمى الحارس علاء خليل. هنا محاولة تلعب واصلة في وسط الملعب. ماثيو الذي يحاول فيها يعود إلى الخلف. نفط ميسان آخر مباراة هنا خسرها أو فاز فيها عفوا أمام الطلب، لذلك مواصلة مسيرة الانتصارات مستمرة الآن مع هذا الفريق. إذا رمية جانبية في أجواء ماطرة في ميسان. وهنا تلعب والمحاولة تصل من جانب حسن عاشور، تقدم إلى الأمام وإلى خارج أرضية الملعب. هذا الإبعاد في لحظات ضغط الآن من الفريق البرتقالي مع كرة ردتها العارضة، اعترضتها العارضة، بالتالي المحاولات الآن تستمر بين الفريقين. وكرة عند ألان يحاول في كرة محي الدين، كرة في الخلف كارمو الأنغولي يعيدها إلى ماديرا يبحث عن زميل قريب منها جيفرسون سيلفا البرازيلي يحاول يلعب الكرة في العمق ممتازة إلى أمارو يوسف، وماثيو يقطع كرة يعيدها إلى سواليو دابيلا كواتارا العاجي. هنا سواليو يلعب كرة عالية إلى الأمام. سواليو مع محاولة تعود الفرصة عند علاء، لكن مخالفة ضربة حرة مباشرة على محمد مسلم، على ابن المدينة، على ابن النادي، على كل مسميات تحلو عليه. أعتقد هي كرة محمد عدنان الأخيرة، محمد مميز في هذه الكرات. هنا محاولة تلعب عالية إلى الأمام واصلة في الخط الأمامي. الكرة عند أحمد زامل يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب في وقت تخرج فيه الكرة، ونحن ننتظر إعادة الكرة الجميلة للقرمة من مخرج المباراة. يعني هنا حسن عاشور وأحمد زامل، محطة جديدة بعد محطاته السابقة التي بدأها أحمد زامل من بوابة نفط البصرة، ورحلة إلى القوى الجوية، رحلة إلى الزوراء، رحلة إلى زابو، والآن مع نفط ميسان. كرة تلعب
عملية لعب الكرة، وهنا إعادة الكرة في الخلف مرة أخرى. مهند حبيب يلعب الكرة عالية، مهند يبحث عن زميل بالصدر، ممتازة من جانب سجاد جبار، قد شارت القيادة بعد أكرم رحيم سجاد جبار. هنا إعادة الكرة في الخلف مهند، والمحاولة مرة أخرى، الفرصة تصل، ممتازة عملية المرور، عباس يتقدم يبحث عن زميل والكرة تعود في وسط الملعب. إذن المحاولات مرة أخرى، مهند يتقدم، ممتاز التغطية الدفاعية من جانب مؤمل عبد الرضا. إذن مع مؤمل وضربة حرة مباشرة. عباس الأمور الآن في مباراة يعني مفتوحة من الطرفين ومحاولات مستمرة، لذلك نشاهد فريق القرمة يتقدم أكثر فأكثر إلى الأمام باحثا عن فرص، وهذه واحدة تصل إلى على خليل. تفضل عباس. نعم زميلي أمير، أجواء مثالية حقيقة في ملعب المباراة، والفريقين يقدمون أفضل ما لديهم حتى الآن في ربع ساعة أولى من عمر هذا اللقاء، أو في الدقيقة 13 وصلنا مشاهدينا. يبقى التعادل السلبي يسيطر على أجواء هذه المواجهة ضمن إطار الجولة 21 لدوري نجوم العراق نفط ميسان اللي يستضيف القرمة في هذه المواجهة. كرة تصل وسط الملعب لمصلحة القرمة، يبحث عن يوسف لكن طالت الكرة وقطعت إلى رمية جانبية. رمية جانبية الجهة المقابلة. هنا الشوط الأول مباراة مهمة أكيد، الكل يبحث عن النقاط الثلاثة، وبالتالي نفط ميسان اللي يقف في المركز العاشر برصيد 29 نقطة، بينما القرمة بالمركز الحادي 10، وبالتالي أي من الفريقين ربما إذا ما انتصر في هذا اللقاء. وهنا محاولة لمصلحة داوود يحاول داخل منطقة الجزاء، كرة عرضية لكن فيها تدخل وإبعاد لمحمد الباقر، بالتالي الكرة تقطع. تصل يبحثون عن الدالي بالانطلاقة، محاولة الانطلاقة على الدين لكن تغطية ممتازة، وبالتالي كرة خطيرة وصلت سهلة لأحضان حارس المرمى. حلوة علاء خليل يسيطر على الكرة في اللقطة الماضية. تصل لعباس فاضل، عودة مهند لماثيو لسجاد، نقلات بأقدام لاعبي فريق نفط ميسان. أكيد نقاط المباراة مهمة جدا لهذا الفريق في مباراة اليوم، ربما تعطي شيء من الثقة والاطمئنان في قادم المباريات. كرة تعود لمصلحة القرمة، حسن عاشور يبعد الكرة وسط الميدان، ضغط واضح من لاعبي نفط ميسان على حامل الكرة، وبالتالي حكم مباراة يشير إلى مواصلة المشوار. أكيد الأجواء الممطرة اليوم واضحة من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي هنا صافرة السيد أحمد قاسم تشير إلى وجود مخالفة وخطأ لمصلحة نفط ميسان. خطأ في وسط الملعب، هذا هو ماثيو على التنفيذ. لنجي حاول ينقل له كرة، عودة لمهند حبيب مرة أخرى وسط الميدان. ماثيو لعلاء، يكسب أو ربما هناك راية. نعم هناك راية. علاء سعد يبقى هو هداف هذا الفريق، هداف نفط ميسان برصيد 5 أهداف، سجل في مرمى الحدود، سجل في مرمى الشرطة، في زاخو، طلبة، كربلاء، في المواجهة الأخيرة اللي انتصر فيها نفط ميسان ب3 أهداف مقابل 1، وسجل يومها علاء من ركلة جزاء أحد الأهداف الثلاثة. لدينا خطأ لمصلحة نفط ميسان، هذا هو اللاعب علاء أو مهند، دائما الكرات الثابتة لمصلحة نفط ميسان. الكرة ملعوبة عالية داخل المنطقة بالراس مبعدة، التدخل للبرازيلي، التدخل هنا لجيفرسون، يبعد الكرة مرة أخرى، رأسية حاضرة في وسط الملعب. سجاد حاول يسترجع الكرة، نفط ميسان جماهيره وأنصاره والكل يتابع كرة داوود، لكن اصطدمت بزميله وبالتالي مرت إلى جانبية، هدمت بسجاد جبار. لديه هدف وحيد سجاد في دورينا في مرمى أربيل. كرة تصل منتصف الملعب، محاولة طالت على علاء ووصلت إلى ركلة مرمى. يبقى التعادل السلبي كما ذكرنا لكم مشاهدينا الكرام. نفط ميسان القادم من انتصار على حساب كربلاء في الجولة الماضية، بينما القرمة انتصار كبير ربما على حساب القوة الجوية
بهدفين بأقدام النيجري نعم يوسف أومارا من النيجر، هذا اللاعب اللي سجل هذا من الدوري التونسي، وبالتالي سجل هدفين في الجولة الماضية في مرمى القوة الجوية، أعطى 3 نقاط مهمة للسيد أحمد خالد. كرة ملعوبة مبعدة بالراس، عادت مرة أخرى أوكوكي حاول يسيطر على الكرة لداوودة، داوودة عيد الكرة لعبد الله، تمريرة لداوودة مرة أخرى، لديه 3 أهداف في مسيرته مع نفط ميسان في هذا الموسم، وبالتالي كرة منقولة على الطرف الآخر. عباس فاضل ينقل كرة عالية يبحث عن زميل، لكن الكرة عادت وصلت مرة أخرى لدفاعات القربة، لكن استرجاع للاعبين نفط ميسان. هنا يوسف يبحث عن الانطلاقة، يجد هناك على الطرف قريب محمد عدنان، محمد أعادها للأنغولي كارمو وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة آلاء الدين محي، لاعب منتخب طبعا الوطني ولاعب قادم من الدوري السويدي، وبالتالي كرة تعود كارمو نقلها للبرازيلي إيفرسون، أمامية لمحمد مرة أخرى يوسف لكارمو، نقلات جميلة بأقدام لاعبي فريق القرمة يبحثون عن هدف أول في هذه المباراة، بالتالي الكرة تصل، ممكن الكرة العرضية نقلة ممتازة على مشارف المنطقة، هنا التسديد ولكن التصدي حاضر دفع مصلحة نفط ميسان. عاد نفط ميسان أحبتي الكرام مشاهدينا في كل مكان، يبقى زاخو في صدارة دورينا برصيد 42 نقطة، لعب 21 مباراة، بينما الشرطة بالمرتبة الثانية ب 38 نقطة، لكن 19 مباراة، لديه مباراتين حتى الآن، مباراة مؤجلة ومباراة في هذه الجولة، وبالتالي سقوط هنا وصافرة وحكم مباراة قريب. سيد أحمد قاسم يدير أحداث هذه المباراة، يطمئن على سلامة اللاعب، بالتالي يشير إلى مشوار. حتى الآن التعادل يستمر ما بين الفريقين في هذه المواجهة، الدقيقة 20 دخلنا من أجواء شوط اللقاء الأول ولا زال التعادل بدون أهداف ما بين الفريقين. كرة ثابتة، مهند قريب، مهند حبيب، ممكن كرة عالية أمامية وصلت علاء سعد، هل يأتي بالسعد لهذه الجماهير الحاضرة اليوم في ملعب المباراة رغم الأجواء ممطرة، ولكن الجماهير الميسانية حاضرة مساندة لأبناء الكابتن علي عبد الجبار مدرب نفط ميسان، حتى الآن يقدم نتائج جيدة في هذا الموسم، انتصارين على التوالي في الجولتين الماضيتين، وبالتالي لدينا رمية تماس، تلعب الكرة داخل المنطقة مبعدة بالراس إلى ركلة ركنية، نعم ركنية يقول السيد أحمد قاسم حكم المباراة، هذا هو أوكيكي النيجيري أيضا سجل 3 أهداف، سجل في مرمى نفط البصرة والنجف وكربلاء. وهنا الركنية لمصلحة علاء سعد على تنفيذ ركلة ركنية لمصلحة نفط ميسان، تلعب الكرة داخل المنطقة بالروس خطيرة، ولكن مرت وعدت مرة أخرى، إشارة إلى ركلة ركنية ثانية لمصلحة نفط ميسان. هذا داوودة سنغالي حاضر مع نفط ميسان، لعب للكهرباء للقاسم للعهد اللبناني، لديه 3 أهداف، سجل هدفين من ركلتي جزاء، وبالتالي ركلة ركنية لمصلحة نفط ميسان. من سيفتتح التسجيل في مباراة اليوم؟ كرة ملعوبة داخل المنطقة خطيرة، عدت ولكن هناك ركلة جزاء، يبدو أشار حكم المباراة السيد أحمد قاسم إلى وجود ركلة جزاء، لكن ربما يتكلم مع حكم الفيديو الفار أمجد كامل هناك موجود، لكن يبدو أن ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء. وفرحة الجماهير، جماهير نفط ميسان
هل هناك حدث شيء؟ هل هناك لمسة يد؟ هل هنا نشاهد في هذه الصورة بالإعادة؟ نعم، لمسة يد على الإنجولي، لمسة يد على كارما، وبالتالي ركلة جزاء تحتسب لمصلحة نفط ميسان في هذه اللحظات. هل يتمكن من التسجيل وافتتاح هذه المواجهة بهدف أول؟ ننتظر ونتابع مشاهدينا الكرام، مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي. لا زال التعادل وهنا فرحة الجماهير، ولكن حديث مع حكم مباراة. خلاص سيد أحمد قاسم اتخذ قراره، وبالتالي احتسب ركلة الجزاء خلال لامست يد اللاعب كارمو صاحب 28 سنة قادم من الأهلي طرابلس الليبي. وبالتالي هل ينجح أبناء السيد علي عبد الجبار من افتتاح التسجيل في هذه المواجهة؟ سنتابع مشاهدينا الكرام. لا زال يتكلم، هذه بالإعادة هذه اللقطة. نعم لامست يد الجولي وشوفها بشكل واضح، نعم رأسية، وبعد ذلك لامست يده وغادرت خارج أرضية الملعب. لكن ينتظر السيد أحمد قاسم التأكيد ربما من حكم الفار السيد أمجد كامل. لا زال اللاعبين يتكلمون، لا زالوا يتحدثون مع هذا الرجل أحمد قاسم حكم مباراة اليوم. يسجل أيضا نفط ميسان، سجل من ركلة جزاء في مرمى كربلاء لعلاء، وسجل من ركلة جزاء في مرمى الشرطة والحدود لداوود. 3 ركلات جزاء لنفط ميسان احتسبت في المباريات السابقة على مسيرة الجولات السابقة. هل نصل إلى ركلة جزاء الرابعة؟ نعم ركلة جزاء ربما، لكن حكم مباراة لا زال يتكلم. وهنا إباز عبد الله صاحب 33 عام قادم من أربيل، تكلم مع حكم مباراة، وهذا هو السيد علي عبد الجبار. ترقب وانتظار أحمد قاسم، هل سيأتي التأكيد؟ هنا جماهير نفط ميسان حتى الآن هي سعيدة، أيضا تترقب قرار الفار، قرار السيد أمجد كامل ليؤكد لي هذا الرجل اللي ظاهر أمامك بالصورة، أحمد قاسم حكم مباراة اليوم. مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، لازلنا نلعب في الدقيقة ودخلنا الدقيقة 26 شوط المباراة الأول، التعادل السلبي. وهنا الحديث عن مسألة احتساب ركلة الجزاء، جماهير بأجواء ممطرة. هنا السيد أحمد خلف، الترقب للقرار النهائي لحكم المباراة. حتى الآن ربما سيأتي التأكيد أو ربما تلغى ركلة الجزاء. ننتظر السيد أحمد قاسم ماذا سيقول. جماهير ميسان نفط ميسان لا زالت تنتظر، لا زالت تترقب في هذه اللحظات. هذه هي الجماهير حاضرة اليوم، هذه جماهير القرمة أيضا رغم بعد المسافات، ولكن عشق كرة القدم يجعل من هؤلاء حاضرين مساندين لفريقهم أينما حل وأينما تواجد. بالتالي حكم المباراة يأتي التأكيد، نعم يحتسب ركلة جزاء. علاء سعد، هل يأتي بالسعد؟ هل يأتي بالسعادة لميسان ولنفط ميسان في هذه اللحظات؟ ركلة جزاء. علاء لو نجح وسجل هذه الركلة سيصل إلى الهدف السادس في هذا الموسم. هذا هو ريباز عبد الله حارس المرمى يستعد للتصدي، وعلاء سعد من أجل التسجيل ركلة جزاء. علاء سعد يتقدم، علاء جول حطها علاء سعد يسجل لنفط ميسان. هنا الفرحة وهنا السعادة وهنا السعد عن طريق اللاعب المميز
واحد من أفضل اللاعبين هنا، فرحة الجماهير. نعم، بهدف الأسبقية علاء سعد يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة نفط ميسان، ويزيد عدد أهدافه الهدف السادس من ركلة جزاء في مرمى القرمة. هذا هو علاء سعد يسجل أول أهداف اللقاء. هدف لنفط ميسان، شوفها بالإعادة، صعبة على رباس عبد الله، وبالتالي يسجل علاء سعد أول أهداف المباراة. 1-0. هذا الهدف سيغير كثيرا من شكل المباراة، سيعطينا أجواء أكثر إثارة في قادم الدقائق، وبالتالي نفط ميسان يأخذ الأسبقية في مباراة اليوم. 1-0 هدف، وإذا ما تحقق هذا الانتصار فهو انتصار مهم جدا لنفط ميسان. هنا كرة طالت وغادرت إلى ركلة مر. يبقى اللاعب جوستافا هنريكي يتصدر قائمة هدافي دورينا، لاعب ونجم زاخو برازيلي برصيد 15 هدف. بعد ذلك مهند علي نجم القيثارة ومنتخبنا الوطني 14 هدف لديه، وأمجد عطوان بالمرتبة الثالثة ب11 هدف. بعد ذلك مروان حسين نجم نوروز، وعلاء عباس نجم القوة الجوية ب9 أهداف. يوسف بن سودة 8 نجم فريق أربيل، وبالتالي اليوم علاء يرفع رصيده ل6 أهداف في هذه المباراة. كرة طالت إلى رمية تماس جانبية لمصلحة نفط ميسان. سعيدين كل الجماهير الحاضرة هنا في ملعب المباراة، مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، مباراة جميلة، أجواء رائعة. الأمطار، هل ستكون أمطار خير على جماهير نفط ميسان وعلى نادي نفط ميسان في هذه المواجهة؟ كرة ملعوبة، حبتي الكرام، وسط الملعب محمد صافرة وخطأ، نعم خطأ واضح. محمد مزهر حصل على مخالفة، لعب للشرطة للنجف لنفط ميسان أيضا صاحب 26 عام، وبالتالي المخالفة للقرمة. كرة ملعوبة، محمد الباقر ينقلها لجيفرس، تمريرة هناك فيها خطأ، نعم فيها تدخل، وبالتالي مخالفة لمحمد. وهذا حسن عاشور طلبة أربيل الزوراء الشرطة الكهرباء السماوة. مسيرة رائعة جدا لهذا اللاعب. يتركها لآلاء محي الدين، منقول الكرة وصلت ليوسف عمارة يحاول يعدي داخل المنطقة، ولكن الضغط لدفاعات نفط ميسان. بعد ذلك يطالبون بالخطأ، لكن حكم مباراة يقول لا شيء. في اللقطة الماضية سيد أحمد قاسم يشير إلى مواصلة المشوار. هنا الجانبية، مباراة سريعة، مباراة جميلة. مؤمل ينقل له كرة، صاحب الهدف الأجمل عبد الرضا في مرمى الميناء، واحد من أجمل الأهداف سجلها في دورينا، وبالتالي الكرة منقولة وصلت للبرازيلي جيفرسون يسيطر على الكرة، ينقلها وسط الملعب، محاولة. بعد ذلك علاء صافرة خطأ لمصلحة نفط ميسان. هذا علاء سعد واحد من نجوم هذا الفريق حقيقة في هذا الموسم، لاعب جيد، لاعب يمتلك إمكانيات ومهارات فردية، وبالتالي لاعب من أفضل العناصر ربما الموجود. علاء سعد سيطر على الكرة وسط الملعب، تمريرة تصل لأوكيكي نيجيري، عيد الكرة لأحمد زامل، لكن قطعت الكرة. بعد ذلك وصلت لمصلحة محمد لمؤمل، نقلة في منتصف الملعب، لكن الأجمل في لاعبي نفط ميسان هو الضغط على حامل الكرة واسترجاعها بأسرع وقت. هذه واحدة تصل لعلاء خليل حارس المرمى، وصلت للإنجولي كارمو، حاول ينقل له كرة لي اللاعب مؤمل. بعد ذلك عادت آلاء ليوسف أومارو، ممكن الكرة العرضية خطيرة، ولكن بعد ذلك الكرة أبعدت ووصلت مجددا لمصلحة مؤمل عبد الرب. مؤمل نقلها لي اللاعب هنا محمد عدنان دوح، قميص رقم 99، لاعب تبوك للصناعة لسامراء، سيطر على الكرة، ينقلها ممتازة، التمريرة، ممكن الكرة العرضية بالراس
مبعدة، وبعد ذلك سجاد يبعد الكرة. سجاد جبار عيد الكرة من هنا، تصل لمحمد، يحاول يعدي، يكسب المخالفة والخط. يكسب المخالفة والخط. هذا محمد مزهر صاحب ال 26 عام. خطأ لمصلحة القرمة. هل ينجح في إعادة الأمور؟ هل يسجل هدف العودة والتعديل؟ أم أن نفط ميسان سيستمر بهذه الأسبقية بهدف على سعد؟ كرة ملعوبة، حسن ينقل له كرة عالية بالراس تبعد. عباس مرة أخرى، لكن القرمة بدأ يستحوذ على الكرة في هذه الدقائق، يبحث عن التسديدة، لكن سجاد قطع الكرة. بعد ذلك الانطلاقة، محاولة لعلاء، علاء ممكن يبحث عن أحمد زامل، لكن التغطية حاضرة. وبعد ذلك التدخل والإبعاد لحسن عاشور. قال له كرة يوسف كومارا نيجيري أو من النيجر هذا اللاعب. وصلت من هنا واضحة، ربما اثار زكاة الامطار في ملعب المباراة، وبالتالي سقوط بعض اللاعبين. هنا صافرة وخط. هذا هو كارمو الانغولي، 28 سنة، قادم من الدوري الليبي، وبالتالي يلعب بالاهلي طرابلس هذا الموسم مع القرمة. حاول يقدم نفسه بشكل جيد. الكرة طالت الى خارج ارضية الملعب، وصلت الى ركلة مر. مشاهدينا الكرام، التقى الفريقين في مواجهتين لقاء الذهاب المرحلة الأولى. القرمة نفط ميسان، انتصر نفط ميسان هناك في ملعب الرمادي بهدفين لعثمان سان الغائب عن مباراة اليوم، وعلي كوتي، بينما جون أوكولي اللاعب النيجيري اللي أيضا غائب عن مباراة اليوم يتواجد هو في قائمة البدلاء، ولكن لم يتواجد في التشكيل الأساسي، ومن سجل الهدف في تلك المباراة. وأيضا في كأس العراق تمكن نفط ميسان من الانتصار. إذا تفوق لنفط ميسان على حساب القرمة في المواجهات السابقة. هذه الانطلاقة لداوود، يحاول داوود السنغالي مع آلاء محي الدين، يسدد، ولكن الكرة بعد ذلك إلى ركلة ركنية. مشاهدينا الكرام، حتى الآن نتابع ونواصل معكم. هنا ركنية لنفط ميسان، جماهير الموازرة، هتافات أكيد تساند لاعبيها في مباراة اليوم. هذا هو داوود على تنفيذ الركلة الركنية، تلعب الكرة عالية داخل المنطقة، وريباز خطيرة. حذاري يا ريباز عبد الله في اللقطة الماضية، كرة خطيرة جدا لعبها داوود، ولكن هذا هو حارس المرمى يسيطر على الكرة على دفعتين. حارس مرمى القرمة منقولة، وصلت لمصلحة كانومو، نقلها للبرازيلي إيفرسون، يعيد الكرة لمحمد الباقر، محاولة لآلاء محي الدين، أمامية الكرة نقلة، يبحث عن محمد يسيطر على الكرة. بعد ذلك محاولة الانطلاقة وعلاء لمحمد، محمد يمر داخل المنطقة، يسدد، ولكن سهلة بأحضان حارس المرمى علاء خليل. حافظ على الكرة علاء في اللقطة الماضية. مشاهدينا الأفاضل، هذه بالإعادة، شوف المحاولة للاعب محمد عدنان، ولكن كرته وصلت بعد ذلك لحارس المرمى علاء. ترقى العالية منتصف الملعب، كاريمو سيطر على الكرة لحسن عاشور، يتقدم حسن، يتركها بعد ذلك عودة للانغولي مرة أخرى بالرأس، يوسف أومارو، لكن طالت إلى رمية تماس. أومارو هذا هو اللاعب صاحب الهدفين في مرمى القوة الجوية في الجولة السابقة، وبالتالي الكرة عادت من جديد. محاولة نقل الكرة في منتصف الملعب، آلاء محي الدين ينقلها لمحمد عدنان يحاول يمر، لكن الإعادة، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة السيد أحمد قاسم ليشير إلى وجود مخالفة، خطأ لمصلحة القرمة وبالتحديد لمحمد عدنان. هذا هو السيد أحمد خلف، ترقب والتأمل لقادم
دقائق لمستقبل هذه المباراة كيف ستكون وإلى أي نتيجة سنذهب في نهاية اللقاء. علينا أن نراقب وننتظر ونشاهد. حسن عاشور، ركلة حرة مباشرة. حسن عاشور تلعب الكرة عالية داخل المنطقة، خطيرة مرة أخرى، التسديدة، الله الله، محمد مزهر يعود بالقرمة إلى التعادل ويرفض الاحتفال لأنه سبق وأن مثل نفط ميسان، بالتالي يعدل لصقور الغربية. 1-1، تسديدة جميلة، عودة الروح لهذا الرجل والابتسامة للسيد أحمد خلف، بالتالي 1-1 تعادل إيجابي. شوفها بالإعادة، الإبعاد من علاء، ولكن بعد ذلك المتابعة جاءت عن طريق محمد مزهر. يا سلام يا سلام، حطها صعبة على حارس المرمى، وبالتالي يعدل نتيجة المباراة هنا للقرمة 1-1. تعادل إيجابي 1-1. نعم، محمد مزهر يزيد عدد أهدافه وبالتالي يصل إلى الهدف الرابع في مسيرته مع هذا الفريق. سبق وأن سجل في مرمى الحدود ونفط البصرة ونوروز، الآن يسجل في نفط ميسان فريق السابع، وبالتالي هذا علي عبد الجبار أكيد غير راضي على هدف التعديل، ولكن هنا السلامة لربما حارس المرمى. هذا هو محمد مزهر اللي عدل نتيجة المباراة لنفط ميسان. نفط ميسان اللي خاض على ملعبه 9 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 4 مباريات، وأيضا خسر في 2. هذا السيد علي عبد الجبار، واضحة الصورة، عدم الرضا على هدف العودة والتعديل للقرمة. خسر مع دهوك ب2 مقابل لا شيء، وأيضا خسر مع القوة الجوية على هذا الملعب بهدف مقابل لا شيء. تعادل 4 مرات، 4 مباريات تعادل فيها النفط مع كربلاء مع أربيل مع زاف، 1-1 مع أربيل ومع زاف. هل سيتكرر هذا السيناريو في مباراة اليوم؟ أتمنى السلامة لحارس المرمى، أتمنى السلامة لكل اللاعبين، إن شاء الله ما في إصابات، هذا ما نطمح إليه وهذا ما نتمناه لكل لاعبينا. توفيق لكل أنديتنا في دورينا، دوري نجوم العراق موسم 24-25. دخلنا الدقيقة 41 من عمر شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، ناقل حصري لمباريات دورينا، وبالتالي ينهض على خليل، حارس اللي سبق وأن مثل أربيل وكذلك الحدود. الكادر الطبي حاول الاطمئنان على سلامة الكابتن علاء خليل. هذه الصورة على علاء سعد ومحمد مزهر، والاثنين هم من سجلوا في مباراة اليوم، بالتالي علاء من افتتح التسجيل من ركلة جزاء لنفط ميسان، وبعد ذلك جاء التعديل عن طريق محمد مزهر. أجواء جميلة في ملعب ميسان، نفط ميسان. نعم مشاهدينا الكرام، 1-1 لا زالت نتيجة اللقاء. هذه اللقطة أو ربما هذا الاصطدام اللي على إثره جاءت إصابة لحارس المرمى علاء خليل في اللقطة الماضية. بعد ذلك جاء دور مزهر محمد ليكمل الكرة في الشباك. كرة تلعب عالية مرة أخرى، يارمو حاول داودة يبحث عن علاء سعد، علاء أعاد الكرة بعد ذلك لعباس فاضل. عباس كرة أمامية بالراس ولكن بعيدة، مرت إلى خارج أرضية الملعب وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة القرمة. القرمة اللي يقف أكيد بالمركز 11 لديه 27 نقطة. نفط ميسان المركز 10 29
نقطة، بالتالي تقارب أجمل في دورينا هو التقارب في النقاط لكل الفرق سواء في فرق الصدارة المقدمة أو حتى في الفرق اللي تقف في مؤخرة الترتيب. لدينا جانبية لمصلحة نفط ميسان، كرة تصل في وسط الملعب، محاولة نقل الكرة، يبحث عن أحمد زامل، يتقدم زامل يحاول داخل المنطقة، ممكن أحمد لا زال يبحث عن زميل، كرة عرضية بالراس خطيرة، جول النيجيري، نعم أوكيكي يسجل براسية، كرة عرضية جميلة وصلت من أحمد زامل، وبالتالي أوكيكي وهذه الرقصة النيجيرية. نعم فرحة لجماهير نفط ميسان، هدف ثاني، هدف الأسبقية، ويبدو أن نفط ميسان سيستمر بأفضليته وتفوقه في المواجهات هنا من خلال هدف. هذا هو أحد نسور نيجيريا، وبالتالي نعم تصل الكرة، شوفها بالإعادة، يا سلام وضعها صعبة ليسجل أوكيكي رابع أهدافه مع نفط ميسان هذا الموسم، بعدما سجل في مرمى نفط البصرة والنجف وكربلاء، يسجل الآن في مرمى القرمة ثاني الأهداف. الله على هذه اللقطة أحبتي الكرام مشاهدينا في هذه المواجهة، وبالتالي المرة الثانية تقدم نفط ميسان في شوط المباراة الأول 2-1 الآن، الدقيقة 44 من عمر شوط المباراة الأول، الأفضلية لنفط ميسان. نتابع مشاهدينا الكرام، وبالتالي سنعود معكم بالصوت والصورة للزميل العزيز أمير علي. تفضل زميلي أمير. شكرا عباس. إذا الفريق الذي يضيف المباراة نفط ميسان صاحب الأرض يتقدم المرة الثانية، والقرب الذي اجتهد وحاول أتى بالتعادل، لكن حنكت علي عبد الجبار مع الخلطة التي وضعها على أرضية الميدان. أعادت الفريق، ومن المنتظر والمؤمل شوط ثاني مغاير من الطرفين. مباراة جميل جدا أن تشاهد مدربين يلعبان بالإمكانيات والواقع وعدم العودة إلى الخلف والحفاظ على رصانة المناطق الدفاعية، لكن الإبداع الهجومي حاضر ما بين الطرفين. كرة تلعب عالية، محاولة تصل إلى الأمام والرأسية لمصلحة لاعبي نفط ميسان. عملية التقدم لأحمد زامل، يبحث عن منفذ أحمد زامل، لكن هنا حسن عاشور تدخل دفاعي ممتاز، وكرة ذهبت على الطرف. تعود لاعبي فريق القرمة، مؤمل يضغط مع علاء الدين الدالي، لكن أصحاب الدار لهم قولهم مع هذه المساندات من الجماهير، مع هذا الحضور الذي يعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق. يعني اليوم شاهدنا علاء سعد ظهر، شاهدنا أيضا أوكيكي أوفولابي عاد ليسجل، بالتالي الحلول الهجومية عند المدرب يستفيد منها الفريق، واللاعبين بالإمكانيات الفردية أيضا تظهر على اللاعبين بعدم التكلف من الناحية الدفاعية، والأمور ماشية صح إلى الآن مع الطرفين، مع القرمة الذي سجل التعادل بعد أن تأخر، وكذلك مع نفط ميسان. هنا كرة تلعب عالية، البحث عن هدف التعادل من جانب القرمة، وهنا المحاولة التي تصل من جانب الان، يحاول في الكرة مع محمد نصر، هنا عملية التمرير، تفاهم كبير، هذا من المدينة محمد عدنان روحي كان على الكرة الأخيرة. محمد نصر ابن المدينة الذي سجل هدف التعديل لفريق القرمة، والذي يحتفل حقيقة روح كبيرة في أرضية الملعب. أنت هنا تحترم المكان والأرض التي سكنتها وكنت فيها والنادي الذي ترعرعت فيه، وتتجه مع فريق تنشط في حديثا، لكن بعض الأمور لا يخرج عن المنطق واللاعبين. الله على الكرة والمحاولة الجميلة من جانب حسن عاشور، قنبلة أرسلها حسن، وهنا تسلل على علاء الدين الدالي حكم المباراة الذي أمام 6 دقائق، ونحن نلعب في الدقيقة الثانية من الدقائق الست. هنا أشار بيده إلى وجود تسلل بعد أن أيد ذلك مساعد الحكم. طبعا في غرفة الفار يتواجد أمجد كامل وحسين فلاح منصور الحكم البصري الذي تعرض لإصابة في مباراة كربلاء، وذكرى أليمة جدا
تلك الإصابة لهذا الحكم الخلوق. عودة موفقة اليوم موجود في غرفة الفار حسين فلاح، بينما أوفولابي يحاول الاعتماد على الهفوات. أمارو يتقدم يحاول في كرة أمارو، وهنا المحاولة تلعب إلى الأمام، عملية التقدم واصلة لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، كانت على محمد عدنان وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هذا محمد عدنان دوحي. وهنا السلاسة في عملية الانتقال سلسة جدا في محاولة تلعب البحث عن داوود، البحث عن اوكيكي اوفولابي، الاسر الاخضر يسجل الهدف الذي هذا التقدم للفت ميسان، بينما الانجولي هنا يحاول كارم يعيد الكرة في الخلف. هنا الكرة التي تلعب عالية من جيفرسون، ممتاز الان في عملية استقبال. الله على الان يتقدم الان، يلقى الكرة عالية الى دالي. يوم القمصان القديمة، يوم الحضور السابق، يعود الدالي مع محمد مصر. هذا يعتذر ايضا وبسهامهم السابقة القرمى يرمون الشباك لفت ميسان، واحدة من مصر وثانية من الدالي والسوري. الآن نصر نيجيريا حلق، والدور على نصر قاسيون ليعيد التعادل إلى هذا الشوط وإلى هذا الواقع وإلى هذه المباراة. هنا علاء الدين الدالي يحيي خلف، والعودة سريعة جدا. لاحظوا الكرة عالية وصلت ممتازة، كل ما في الأمر فعل الآن الكنترول رائع، وهنا الكنترول ممتاز، والكرة التي تلعب على يسار على يسار خليل. عادوا إلى التعادل الآن، توازنت الكفة، وقبل أن ينتهي الشوط سجل الحضور من صقور الغربية تحت زخات المطر وفي أجواء رائعة وجميلة في ميسان. تعادل 2-2، 4 أهداف في شوط مباراة خلفها حلول كبيرة هجومية وعمل كبير من المدربين حقيقة، يعني أدوار رائعة في الخطوط الأمامية. بينما هنا كرة لإعادة التقدم، وحرة مباشرة في هذا التوقيت، ضربة حرة مباشرة من أجل هدف ثالث للفت ميسان. مع هذه الطبول التي تقرأ وهذه المساندات، فريق لفت ميسان عاد الخروج وخرج وسجل، ولكن تلقى هدفين والآن يبحث عن الثالث. على التقدم كان من القائد سجاد جبار، ولمسة اليد الواضحة على آلان الذي مر مرورا لا يوصف، وقدم كرة من ذهب لعلاء الدين الدالي الذي أحسن التصرف فيها، وضعها في مرمى على خليل. وهنا الكرة التي ستلعب على سعد، يحاول عليها على، يلقى الكرة عالية في منطقة الجزاء. الله، لم نتفق على هذا، وسيناريو ترفع له القطعة الآن على أسد الترنجا، الآن على السنغالي ديمي داودا يعيد التقدم. إصرار كبير وعزيمة كبيرة، والتقدم للفت ميسان 3-2 الآن، والأمور ماذا منفجرة في المدرجات، عالية على الأول، مبدعون في الرأسيات، متميزون في الكرات الهوائية. والأسد جلال يريد أن يقفز قفزة الأسود ليسجل لفرسان المملكة هدفا ثالثا يعطي التقدم لأبناء ميسان للمرة الثالثة. علي عبد الجبار يتقدم في الشوط، والآن يبدو أن الشوط سيختم على 3-2. جرأة كبيرة في الهجوم، والآن فرسان المملكة في صولة رائعة على استاد ميسان الدولي. كرة تلعب، مباراة ممتعة في شوط، نتمنى أن تتواصل المتعة حتى الشوط الثاني أيها الأحبة أيها المتابعون. حكم المباراة سيد أحمد قاسم ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض لفت ميسان على القرمة ب3 أهداف مقابل هدفين. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله وإلى لحظات من انطلاق شوط المباراة الثاني. لياندرسون بوليجر
يحاول يلعب كرة وصلت إلى أحمد صلاح، البديل قد يفعلها، البديل قد يسدد، وحسن يعوض. الله، ردا سريعا علي وعلى من شكك، حسن يسجل، حسن خالد يضعها في الشباك، حسن يضعها في المروة لينثر الأفراح في دكة الكناري على أرض الكناري في المدرج الأصفر. اللون الأصفر هنا يشع على الميدان أيضا، ويسجلون هدف الانتصار، هدف التفوق بالضربة القاضية. هياها أحمد صلاح، سددها حسن، وهنا يسجلون، هنا يحصدون الانتصار. عاد الكرخ، عاد الكناري في اللحظات الأخيرة. هنا الكرة التي لعبت، مجهود كبير من البرازيلي بالكرة، هيات من أحمد صلاح بوجه القدم إلى المرمى، بوجه القدم إلى الشباك، وفي مكان صعب على مجتبى يضعها بقوة. حسن يسجل، حسن خالد هدف الانتصار، هدف إنهاء المهمة هنا في الملعب، مع أفراح في الدكة لفريق مضغوط. هذا شنيشل يأتي خلفا للمدرب ولي كريم، كرة خطيرة. الله، ميمي مهند علي، مهند علي، جول للشرطة، هدف للشرطة. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف. ميمي يسجل هدف جميل، ميمي يسجل من خلال هذه المباراة، وبالتالي الله 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 على التسديدة، الله على الكرة. هذا اللي نقول عنه ما يخطئ، هذا اللي نقول عنه انه عندما تأتي الفرصة وتكون الفرصة متاحة، هي الآن متاحة. يحاول على الطرف الأيمن، عرضية عالية خطيرة. الله يا مواس، الله يا مواس، الله على محمود. جول ثاني، هدف ثاني للشرطة. سجل العقيد، سجل العقيد، وبالتالي هدف ثاني للشرطة. الآن هدف ثاني للقيثارة، وافرحي يا جماهير القيثارة بالهدف الثاني. شوف الإعادة، الكرة والاستلام الجميل، بعد ذلك الكرة لعبها محمود المواس لمحمد داود، ومحمد داود أرسل الكرة وعلى الطائر. هوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، 5 أهدافك هذا الموسم يا محمود المواس. المواس بطريقة ممتازة بباطن القدم اليمنى على الطائر، يقول لك هاني ما انتظر فيها. هناك امام محمد وحيدر عبد الرحيم، ممكن ان يعدي بهذه الكره، ممكن ان يسجل. هذا حيدر عبد الرحيم ولا جحيم؟ لا 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 لا، هذا جحيم. يسجل الهدف الاول بطريقه رائعه. هو عارف طريق الشباك، لعب اكثر من 3 مواسم بهذا الملعب، لعب لنفط البصرة هنا كثيرا، نعم، وعارف جيدا طريق الشباك. حيدر عبد الرحيم، الله الله من حيدر عبد الرحيم، شاهد المرور من سيف رشيد، اعطاه كرة على طبق من ذهب، وحيدر عبد الرحيم، الله يا حيدر عبد الرحيم، هدف عظيم والعظمة لله يا حيدر عبد الرحيم بهذه الطريقة الجميلة. نعم، بتسديدة رائعة أسكنها شباك صقور الجبال ليعلن عن أول أهداف المباراة. حيدر عبد الرحيم يسجل الهدف الأول الماضية، والكرة ملعوبة الآن، الارتقاء والإبعاد من كرار فالح بوسط الملعب طويلة.
للامام. الحارس اذا عدى فعل شيء، الحارس مر، الحارس عدى وممكن ان يكون بالثاني. الله، لا يا الحارس، لا يا الحارس، لا. كيف مر بها وكيف عدى وسجل بطريقة لا تصدق. هذا مجنون، هذا موهوب، هذا روعة، هذا محبوب. هذا الحارس حاتم يسجل الهدف الثاني بانفراد وطريقة رائعة وجميلة تدرس يا الحارس حاتم. سيتذكرونها أجيال نادي القاسم بهذا المرور الجميل، بهذا العبور الجميل. مر من الجميع وعد الحارس حاتم. ذكرتها باللحظات الأولى. هذا اللاعب إذا كان في يومه وإذا تحرك، نعم تحركت جميع الأمور الفنية لنادي القاسم. مر من الجميع وجعل الجميع يركضون خلفه. نعم 3 مدافعين خلف الحارس ووضعها في الزاوية البعيدة. الله يا الحارس حاتم. 2 لنادي القاسم، 2 لنادي القاسم. هدفين دون رد من قائد الكتيبة، من قائد الفريق. ويأتي الهدف الثاني في المباراة. 2 لنادي القاسم. لا هدف يقلص نتيجة المباراة فأكيد ستنجح. هنا بهذه المحاولة الهضوة هنا، نعم صافرة حكم المباراة وركلة جزاء. ركلة جزاء تحتسب صافرة حكم المباراة بعد دخول اللاعب هذا ذو الفقار يونس عابد علي. بهذه المحاولة تحصل على جزاء عند دخول اللاعب ذو الفقار يونس عابد علي. هذا نجل هداف الدوري وأيضا واحد من الأسماء الكبيرة لاعبي منتخباتنا الوطنية ونجم نادي الشرطة كابتن يونس عابد علي. المدرب بيتر جورجيس، بيتر جورجيس. جول من بيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة. نعم عادت هوك من جديد، عادت الصقور لتحلق هنا بملعب المباراة. وبيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة لتصبح 2-1 بهذا الهدف، هدف تقليص الفارق. وضعها في مكان الحارس بيتر جورجيس ليعلن عن الهدف الأول لنادي توك من علامة الجزاء. 2-1. إذن أصبحوا يبحثون الآن عن هدف تعادل بعد أن قلصوا نتيجة المباراة. أصبحت بهدفين مقابل هدف. المحاولة تصل والكرة يعود فيها علي محسن. علي يأخذ المساحات ويستعرض المهارة. التقدم يأتي الآن، الفرصة إلى كاظم رعد. الله، جول أول للزعيم، هدفنا أول للنوارس وتبدأ بدرسها الأول في الفصل الثاني لتسجل الهدف الأول عن طريق كاظم رعد زعيم البلاد كبير القوم. يظهر الآن، يعلن التقدم الآن، والمدرج الأبيض يعج في الأفراح. هذه كرة تنقل والمحاولة وصلت، نقلت من العلو إلى كاظم رعد. هي تريد الزوراء، غيرت اتجاهها، ذهبت إلى المرمى بفعل بن عثمان. لاحظ كرة تلعب من كاظم اتجاه إبراهيم، وبن عثمان بدل الإبعاد يضعها في مرمى هاني شاكر. والتقدم يأتي الآن، التقدم يحضر لصالح فريق الزوراء. وثالث أهداف كاظم رعد إذا ما احتسب لكاظم رعد، والهدف يأتي والفرحة تأتي. يلعب كرة عالية واصل الآن في منطقة الجزاء، لكن محاولات تستمر. المعارض الأحمر على موعد الرد،
جنون يستطيع وصف روعة هذا المشهد. من يستطيع الكتابة؟ من يستطيع القول؟ رد جنوني، ونوروز لا يخسر في الجولة العشرين. الرحلة صعبة والمارد الأحمر لا يكف عن التألق في دوري نجوم العراق. لاحظ كرة طويلة لعبت الآن، وصلت من هذا الجانب. هذه محاولة أولى، أسو لم يشترك وكان متسللا. الثانية وهنالك بياتينج يكسر الأوفسايد، والسلام تفكير وهز للشباك. أسو رسم التسعة يحضر ليسجل هدف التعادل، ليسجل هدف العودة رغم النقص، إلا إن كتيبة قحطان. واليوم ترى علاء عبد الزهرة هنا مع العريق الميناء، هو ينفذ ركلة الجزاء. علاء عبد الزهرة يتقدم، جول علاء عبد الزهرة. الخبرة يا علاء، بالخبرة والذكاء يسجل أول أهداف المباراة. علاء عبد الزهرة، والهدف الأول لنادي الميناء. للسفالة للموج الأزرق يعودون هنا من خلال مباراة الحدود، يتخطون جميع الحدود، جاءوا من البصرة لكي يسجلون أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة. يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء. الفريق الذي يطمح من أجل أن يعود بالتعادل وبتصويب من مكان بعيد، جول بهدف. نعم، روعة 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 روعة، بكرة لا تصد، مباغتة من مكان بعيد، سدد بقوة محمد فاروق. نعم، يسجل هدف التعادل بأي كرة وبأي تسديدة وبأي صاروخ يسجل. شاهد من هذا المكان. الله 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 يا محمد فاروق، ماذا فعلت؟ جعلها في الزاوية البعيدة، قاتلة وبمكان قاتل. بهذه الطريقة سجل هدف التعادل لنادي الحدود. هل ينجحون من خلال الكرات الثابتة وباللحظات الأخيرة ملعوبة الكرة بالرأس؟ الله، من أنت يا علاء؟ وماذا فعلت يا علاء؟ الله 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 الله، من جديد يا علاء تضع الميناء في المقدمة بالدقائق وباللحظات القاتلة من أحداث الشوط الأول. فعلها الخبرة، فعلها علاء عبد الزهرة. حلوة 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 بالراس لو بالحرة، حطاها عبد الزهرة. الله يا علاء عبد الزهرة بهدف ثاني جميل للميناء. هذه مرت الآن، هذا التعادل ممكن يا دينيس. عدى بالكرة الثانية، الله ماذا هناك؟ نعم، جاء الهدف الثاني، ودينيس أنتوي أضاف ثاني أهداف المباراة أم لا؟ ماذا يشير وماذا يقول؟ ودينيس أنتوي بثاني أهداف المباراة لنادي الحدود. هو من عدل نتيجة المباراة لمصلحة الحدود. عادوا بهذه الكرة. لا، هل كان متسلل أم لا بالكرة الماضية؟ دينيس لم يكن متسللا باللقطة الماضية، وأضاف الهدف الثاني بتلك الانطلاقة والأسيست الجميل من منتصف الملعب. عدى من الجميع ووضعها في المرمى ليعلن عن هدف التعادل وهدفه الثاني مع الحدود. ضروري يحاول يتقدم، ينقل له كرة أمامية خطيرة. دينيس ممكن ثالث، جول ثالث لمصلحة الحدود. اعتبروه فريق مباراتين تعادل وفوز. ركلة جزاء، بنالتي. اللاعب القادم من النيجر، ربما هدف الأول. أبارو
جول للقرمة لصقور الغربية في شباك الجوية. هدف أول للقربة، والقربة ب10 لاعبين. هدف أول للقربة، هدف أول لصقور الغربية في شباك العريق، في شباك صقور العاصمة. وتسديد مثالي، تكنيك جيد، الكرة بزاوية ومحمد رحيم في زاوية أخرى. القربة أمامية من محمد حميد، محاولة عالية تقطع من دفاعات القوى الجوية، راجع بها الوسط. محمود يلعب الكرة مع كارمو، انطلاقة خطيرة، ثاني أو خط. هذه اللقطة. لاحظ محمد باقر الحسيني براسه، لكن الاحتكاك اللي قبل. خلينا نشوف. لاحظ، وهذه اللقطة على سلام في قرار. لاحظ أمارو علاء في قرار. علاء سلام، والقرار. يا سلام يا علاء، سلام. وثاني للقربة عن طريق يوسف أمارو. أحمد خلف. لاحظ الله، يوسف أمارو. ثاني الأهداف للقربة وب10 لاعبين. لاحظ بهدف ثاني. القرمة أولا إلى أرضية الملعب مع طاقم التحكيم. هنا أحمد قاسم فاضل حكم المباراة سيطلق الآن الصافرة معلنا عن بداية شوط المباراة الثاني بعد شوط أول رائع وجميل جدا من الطرفين في 5 أهداف. الآن شوط المباراة الثاني على بركة الله أيها الأحبة. تبدأ أحداث شوط المباراة الثاني. هنا المحاولة التي تلعب في وسط الملعب. أصبح نفط ميسان بالألوان البيضاء والخضراء على اليسار، وبالألوان البرتقالية والزرقاء فريق القرمة على اليمين. إذا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ضربة مرمى عند رباس عبد الله. 3-2 سجل أولا لفريق نادي نفط ميسان على سعد من ركلة جزاء، عادل محمد مصر بعد ذلك أوفولابي من رأسية يتقدم لنفط ميسان، وكرة جميلة يسجلها الدالي في مرمى الحارس علاء خليل يعلن عن هدف التعادل. وفي الختام قبل أن ينتهي الشوط بلحظات كان الحضور برأسية أخرى عن طريق ديمي دودة. طموح للوصول إلى المركز السابع بالنسبة لفريق نفط ميسان في هذه المباراة ليعادل نقاط فريق القاسم وأربيل بعد ما يتساوى معهم بالنقاط. يتفوق على الأربيل بالأهداف وعلى القاسم بفارق المواجهات. هنا مخالفة لمهند حبيب. سلامات مهند بعد الإبعاد للكرة الأخيرة اصطدم بعلاء الدين الدالي. الآن سلامات، حديث جانبي آخر. هنا المحاولة مهند حبيب. سلامات يا مهند. رمية جانبية تنفذ، والكرة مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب.
في هذه اللحظات. التدخل الموجود، تبقى الاسماء نفس الاسماء. بالنسبه للقرمه ريباز عبد الله في المرمى، في الدفاع جيفرسون مع محمد الباقر مع حسن عاشور مع علاء محي الدين. وهنا المحاوله للقرمه تستمر في كره التعادل، لكن في اللحظه الاخيره علاء خليل مع تسلل. اذا ريباز عبد الله في المرمى وجيفرسون مع محمد الباقر حسن عاشور علاء محي الدين. في الوسط كارمو مع محمد مزهر مع يوسف أمر ومحمد عدنان ومؤمل عبد الرضا مع علاء الدين الدالي. هذه محاولة وصلت إلى مزهر وبعد ذلك إلى أحضان علاء خليل، والأوفسايد أتى وألغى كل ما جرى في الهجمة الماضية. علاء خليل مع سوالي ومهند حبيب وعبد الله خلف وكذلك عباس فاضل في دفاعات نفط ميسان وماثيو مع علاء سعد، ايضا سجاد جبار في الوسط، احمد زامل وفولابي وداود. هكذا هي خيارات السيد علي عبد الجبار، فيما خروج من القرمه مبكرا للهجوم وكره تلعب الان واصله من جانب اللاعب علاء الدين الدالي الى خارج ارضيه الملعب. رميه جانبيه كما تاتي الاشاره من مساعد الحكم في هذه اللحظات. الاشاره تاتي من المساعد بوجود رميه جانبيه. هذا عباس فاضل. كرة تلعب هنا، المحاولة تعود مرة أخرى إلى كارمو. كارمو في الخلف، تعود عند ماديرا، يمرر كرة إلى جيفرسون عالية إلى الأمام من جيفرسون، ترسل بشكل ممتاز، يلعبها مؤمل والكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية تلعب سريعا. محمد مزهر، محمد يعود إلى الخلف مرة أخرى. جيفرسون يلعب الكرة عالية. جيفرسون استلام من مهند حبيب مع الاستلام إبعاد أتى الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، هذا مهند حبيب، وهذه الكرة التي تلعب الآن من جانب حسن عاشور. يحاول حسن يكسب رمية جانبية في هذه اللحظة. بالمناسبة عبد الله خلف كان مع القرمة، انتقل من القرمة إلى نفط ميسان مسابق لنفط الوسط والديوانية. خطأ كبير كان من المدافع، وحكم المباراة لم يشير إلى ركلة جزاء التي أنا لا أعلم هي موجودة ولا لا، لكن هذه تدخلات خطيرة. هذه التدخلات قد تتسبب بركلة جزاء، ولكن قرار كان لحاكم المباراة القادم. لاحظ هنا الدالي ويد مهند إن كانت في وضع غير شرعي لا كان هنالك حديث آخر. هنا كرة تلعب، مرور وسقوط وضربة حرة مباشرة صافرة من حكم المباراة. عن ضربة حرة غير مباشرة، لا أو مباشرة عفوا، لمحمد عدنان دوحي، قدم أداء عالي جدا. هنا الدالي سقط في هذا التدخل ويطالب بركلة جزاء. حكم المباراة الآن أوقف عملية لعب الكرة والتنفيذ ويضع الجدار، يأخذ وقته حتى التأكيد. أحمد خلف والقيادة الجديدة للجرة. أحمد خلف الذي حقق نتائج جيدة منذ أن استلم القرن، عادل مع الكهرباء، فاز على الميناء، فاز على القوى الجوية، والآن خسران. ضربة حرة مباشرة الآن مع حسن عاشور. هل يضع نفسه أو ينصب نفسه محي الدين من خلال هذه الكرة ويعلن عن تسجيل هدف، والهدف الأول الآن مع نادي القرن. محي الدين على كرة أراه قريب على تشتيت هذه الكرة وهذه المحاولة، وحكم المباراة لا زال يتحدث مع اللاعبين والدالي مع القائد محمد الباقر كريم. وتقنية الفار تستدعي حكم المباراة، الحكم المساعد وشاشة الفيديو والVAR، كل المسميات الآن تستدعي حكم المباراة أحمد قاسم فاضل. إليه استدعاء. أمجد كامل شاف اللقطة وتأكد
ورأى بأن حكم المباراة يجب أن يشاهد اللقطة. أنا أرى وأشك شك كبير بأن هنالك ركلة جزاء، لكن تعالوا شوف بنفسك. هذه يا مهند، هذه يا مهند اليد اليمنى لمهند حبيب التي تتموضع على وجه الدالي وعرقلة الدالي. العمل شيخ، لا زال أحمد قاسم. شوف هنا لف شد. ذكي مهند، والله ذكي مهند. يعني حتى الورد لم يقدم شيء شرعي في اللقطة فتحسب لفتح اليد الذي كان من مهند. لا، هذه من زاوية أخرى. لاحظ هذا الشد هنا وضع اليد. أنا أترك القرار فيه لحكم المباراة أولا، ولذوي الاختصاص. حالة صعبة علي كمعلق وعلى المشاهد وتفسير الأمور في هذه الحالة يترك لمن يتخذ القرار. لماذا ركلة جزاء ولماذا ليست ركلة جزاء؟ هنا بعض يقول في قدم خارج. لا، هذه العرقلة كانت باليد على الوجه، والجزء الذي حدثت عليه العرقلة هو موجود في منطقة الجزاء. لاحظ هنا هذا التدخل والقرار والتدقيق حكم المباراة. هي في الداخل، لكن هل هي ركلة جزاء؟ السؤال المطروح الآن. وحكم المباراة ذاهب في حديث مع غرفة الفيديو. يا سيدي يا حكم الفار، أنا أرى التدخل، لكن هذه اللقطة مع فتح اليد ترك عملية الشد يجعلني في حيرة. هل هذه ركلة جزاء؟ ربما هذا الحديث الذي يدور، أنا لا أسمع ما يقولون، لكن أحاول إيصال صورة للمشاهد. الآن الحكم يعود من تقنية الفار. الحكم ذاهب إلى منطقة الجزاء لمخالفة أم ركلة جزاء. الإشارة إلى مخالفة وليست ركلة جزاء. إذن حكم المباراة تأكد، شاف، قال عادوا. الرشاش موجود والتعيين موجود للجدار. لاحظونا هذه ذكية. لو بقي الوضع على ما هو عليه الحكم شاهد بنفسه ما جرى يقول مباشرة يلا ركلة جزاء، لكن فتح اليد وترك الشد الذي كان على الوجه هو الذي بعثر كل أوراق عملية التفكير بركلة الجزاء. الآن جماهير ميسان المترقبة وركلة حرة مباشرة. الآن مع عاشور، والرد من خليل، الرد من علاء، وحسن يسدد كرة جميلة جدا. والرد كان من علاء خليل. هذا حسن عاشور لعب كرة ودوحي على التنفيذ. محمد عدنان على التنفيذ كرة ومحاولة تلعب من الركنية، فيما إبعاد ممتاز. كرة رأسية من عبد الله خلف. الآن رمية جانبية تأتي سريعة تلعب بالخطأ. محاولة وكرة في تفكير، لعب كرة مرتدة ولعب الكرة عالية بالمباشر، لكن هنالك تغطية دفاعية. وهذا محمد الباقر يلعب الكرة. محمد كارمو يمرر إلى جيفرسون في كرة عند محمد مزهر. محمد يتقدم، محمد ممتاز مهاري يمر بشكل ممتاز، لكن الكرة تصطدم بحكم المباراة والحكم يعمل إسقاط. غياب شهاب رزاق عن وسط الملعب، أكيد غياب مؤثر، وغياب محمد حميد عن المرمى مؤثر أكثر. هذه الكرة تلعب وإبعاد من مهند حبيب، قتالية عالية من مهند حبيب. وهنا مهند الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضغط موجود من جانب الفريق البرتقالي، من جانب فريق نادي القرمة. صقور الغربية يحاولون كارمو على كرة، خيار أوكولي، خيار سريع جدا سيتخذ السيد أحمد خلف. وهنا المحاولة التي تلعب في هذه اللحظات، محاولة تبعد وتعود. اللقطة للتسديدة الجميلة التي كانت، الإبعاد الرائع من علاء خليل. تلعب المحاولات وفرصة كبيرة الآن لصالح فريق القرمة، وتصل إلى أحضان حارس المرمى علاء خليل الذي يلتقط الكرة. هنا علاء
وهذه الكرة التي تلعب مرة أخرى. أحمد زامل يحاولون ويعودون. أمارو لم يظهر يوسف في المباراة حتى الآن، يعطينا ما لديه لأننا نعلم بأن الموجود لاعب كبير في أرضية الملعب. لاعب جمهورية النيجر يوسف أمارو، والكرة التي تلعب إلى خارج أرضية الملعب الآن. إبعاد المحاولة عند حسن عاشور. حسن محاولة وكرة ستنفذ في هذه اللحظات. مرة أخرى على سعد، يحاول وكرة تصل مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبي تعود من جانب محمد الباقر. ماديرا في كرة تلعب إلى الأمام وتصل في الدفاعات. يضغط على عبد الله خلف. محمد عدنان السريع المهاري الذي يحاول، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن. ركنية ربما، نعم ركنية كما يشير حكم المباراة. الكرة الثابتة باختصاص محمد عدنان، والمحاولة تلعب رأسية والفرصة والمطالبة. وخليل يتصدى وعلاء يظهر، ومباراة كبيرة يقدمها على خليل. مباراة كبيرة يقدمها على خليل. يعني إلى الآن تقدم فريقه وهو يتألق في ثاني كرة. لاحظ هنا شرعية. أمارو ترك سقوط سوالي وكل شيء وفكر بركلة الجزاء، وأتت ليوسف الذي سدد بقوة، والمحاولة وصلت مباشرة بتصدي بارع. لا والله هذا سواليو الذي أبعدها، سواليو الذي تدخل فيه في غياب ألكسندر يولي، في غياب حسين مطر، عثمان ساني، جعفر ناصر. الأمور ماشية إلى الآن مع نفط ميسان. سلامات لعلاء، وأيضا بغياب محمد حميد وشاب وعودة أوكو للأمور لا تسر. أكرم رحيم سيعود القائد مرة أخرى مع مصطفى محمد جبر. تغييرات يجريها المدرب السيد علي عبد الجبار. الآن أوكيكي أوفولابي يغادر. المدرب الآن يفكر في الجانب الدفاعي. أوفولابي يغادر في هذه اللحظات، صاحب الهدف الثاني لفريق نفط ميسان يغادر النيجيري، والدفع بمصطفى محمد جبر، مهاجم بمدافع، تعزيز في الخلف، لكن لاعب الوسط المحور أين سيتواجد؟ هنا أكرم رحيم، مواسم طويلة في هذا الفريق، ذهب في رحلة قصيرة مع القيثارة وعاد، والآن سيرتدي شارة القيادة. زعل في بعض الفترات على الفريق وعلى الوضع أكرم رحيم، لكن القائد يعود الآن. روح لاعب كبير الآن، روح كبيرة للاعب كبير سيشترك في هذه اللحظات، والآن يعطيه القيادة، وتغيير بتغيير. يغادر أكرم رحيم، يغادر سجاد جبار، يدخل أكرم رحيم بالتحايا بالتصفيقات بالمساندة، يعني أهم شيء مسيرة الفريق. والآن هذا لاعب ميساني كبير يغادر ويدخل اسم رائع. وهنا المساندات، أجمل أن يكون كل شيء ضدك، ثم ماذا؟ اللوحة التي رفعتها جماهير نفط ميسان، ما أجمل أن يكون كل شيء ضدك وأنت تملك جنون. هم الآن لديهم جنون الاستمرارية. سلامات حسن عاشور، سلامات حسن عاشور في تدخل على حسن في هذا السقوط، كان قوي جدا من جانب حسن عاشور. سلامات لحسن، إصابة بليغة. ما تشوف شريح، ما تشوف شريح، ما تشوف شريح. نقطة مروعة. والآن حسن عاشور مع هذه الجمال، ما أجمل أن يكون كل شيء ضدك وأنت تمتلك جنون الاستمرارية. لافتة ترفعها جماهير نفط ميسان. ما تشوف شريح. حسن لاعب خلوق، لاعب لديه حضور كبير في الدورين. عن كرة قدم شاهدناها بشكل جميل جدا من جانب الفريقين، يعني المثالية كلها موجودة في الفريقين، جماهير من إدارات من الكرة تلعب، أي من حضور من مدربين، يكون عطاء كبير، ولاعبين يقدمون كل شيء يخدم الفريق، وإمكانيات كبيرة في أرضية الملعب. لذلك أنت شاهدت ال5 أهداف مع مخالف. أيضا على مستوى المكاتب الإعلامية
اسماء كبيرة بالنسبة لي، من دائما ما نجد عنده المعلومة التي تخص نادي القرم، زميل العزيز علي إسماعيل مدير المكتب الإعلامي لنادي القرم الذي يدير الأمور بشكل رائع جدا، وأنت كل ما تحتاجها تجد عند علي إسماعيل. ولا ننسى الرفيق القديم حسن سالم الذي أيضا ما في نفط ميسان تجد عند حسن سالم، وحسن الذي دائما ما يسعى لأن يطور بشكل كبير في المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان، وعلى غرار ذلك أيضا علي إسماعيل. هذه الثنائية الرائعة والشخصيات الشابة التي تقدم الإبداع في ظروف جميلة جدا أن تسمح لك بالإبداع، لأن الوقت الإعلامي عندنا جميل جدا لأن يبدع الشخص فيه. إذا كرة إلى خارج أرضية الملعب ومحمد الباقر تدخل، وهنا الأمطار تهطل بشكل مكثف الآن، وأمطار الخير، أمطار الوداع الشتاء قبل اعتدال الربيع، قبل نوروز بلغات الكرد ولغات الفرس، وبداية السنتين الفارسية والكردية، واعتدال الربيع في السنين الميلادية. هنا كرة تلعب والمحاولة التي تصل منطقة الجزاء، الكرة تبعد مرة أخرى لتصل لصالح الحارس ريباز عبد الله. هنا واضح أمامك على سعد صاحب الهدف، الأول لفريق نفط ميسان. محاولات مستمرة، وهنا الكرة التي تلعب الأخرى. سلامات حسن عاشور يكمل، حسن ما تشوف شر يا حسن، دقيقة إصابة بليغة تعرض لها حسن عاشور. هنا الإبعاد يأتي في هذه اللحظات، بينما الكرة في وسط الملعب. ماثيو وتعود الكرة لصالح لاعبي القرم. دالي يحاول، ينتظر جليل، يعود إلى الخلف، أمره قريب، لا ينام الفريق، ينتظر كرة وتصل إليه، فيما محاولة تصل في هذه اللحظات إلى كارمو الذي يتقدم ويلعب الكرة إلى الأمام. محمد عدنان يحاول ويلعبها، ولكن تأخر وتباطؤ الوصول بالنسبة للمهاجمين. هنا المحاولة التي تلعب إلى الأمام، ولكن الكرة تصل مرة أخرى لاعبي فريق القرم. عباس أجواء جميلة مع الأنظار، مع إصابة حسن عاشور، مع أهداف رائعة، ونسمع إبداعك هذه الدقائق واللحظات. وعودة مع شوط المباراة. شكرا زميلي أمير، مرة أخرى نواصل معكم أحبتي الكرام. نعم أجواء رائعة جدا، ومباراة حافلة بالإثارة بالأهداف ما بين الفريقين، وبالتالي يبدو أن خلاص السيد أحمد خلف قرر أن يزج بنجمه وهداف الفريق نيجيري جون أوكولي الآن، لكن بديلا لمن ننتظر عاد مخرجنا بديلا لحسن. نعم للاعب اللي أصاب أو اللاعب اللي أصيب قبل قليل. سلامات لحسن عاشور. إذن جوني خلاص، جون أوكولي يشترك الآن، ربما هو الخيار الأمثل للسيد أحمد خلف من أجل العودة لأجواء المباراة. 3-2 نتيجة حتى الآن، نتيجة اللي لا زالت حاضرة معانا في هذا اللقاء. مصطفى أيضا أحد الأسماء البديلة، مصطفى محمد جبر اللاعب اللي اشترك بخيارات السيد علي عبد الجبار مدرب نادي نفط ميسان. المباراة رائعة جدا هنا والأجواء مثالية. كرة تصل لمصلحة علاء، بعد ذلك لمحمد مزهر، حاول على الطرف يبحث عن كرة. مصطفى بالتدخل الدفاعي لعباس فاضل، نقلات للاعبي نفط ميسان. الدقيقة 66 3-2 نفط ميسان يتفوق على ضيفه فريق القرمة في هذه المباراة الجولة 21 لدورينا دوري نجوم العراق. كرة ملعوبة، داوود حاول يعدي لكن قطعت الكرة من أمامه وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. إذن مؤمل عبد الرضا ربما سيأخذ دور حسن عاشور بعد التغييرات أو التعديلات اللي أجراها الكابتن أحمد خلف. هنا الأمطار تتواصل، زخات الأمطار في ملعب ميسان، وبالتالي الأمور مستمرة. وهنا لدينا صافرة وخط، خطأ يمنح لداوود للسنغالي، خطأ لنفط ميسان. هذا هو السيد علي عبد الجبار
نعم قد يكون هو سعيد بهذه الأسبقية، ولكن يعلم بأن المباراة ما انتهت، المباراة لا زالت في أرضية الملعب، لذلك هو يبحث دائما عن المزيد، عن الأفضل. ركلة حرة مباشرة لمصلحة نفط ميسان في مكان جيد، تلعب الكرة على ينقلها عالية، ولكن البرازيلي يتدخل. هنا خطورة، يا سلام يا سلام على داوود اللي تابع وحاول أن يسدد بهذه الطريقة، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت من هناك. إذا ركلة مرمى، كل شيء رائع في ملعب المباراة، وبالتالي الترقب، كرة ملعوبة، مؤمل ينقل كرة أمامية. ربما سيد علي عبد الجبار بدأ يعتمد فقط على أحمد زامل في خط المقدمة بعد أن غادر أوكيكي، أوفولاي أوكيكي اللي سجل هدف برأسية رائعة في مباراة اليوم، وبالتالي الآن واضحة النوايا لعلي عبد الجبار التأمين على نتيجة المباراة، رغم أن الوقت لا زال مبكر، على اعتبار أننا لا زلنا في منتصف شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة وسط الملعب، رأسية جيفرسون، تدخل حاضر هنا مرة أخرى. أوفولاي أو ماثيو في اللقطة الماضية، أوفولاي خلاص غادر. الكرة ملعوبة لمصلحة القرمة، يبحث عن العودة مجددا. جيفرسون برازيلي ينقل كرة على الطرف الآخر، وصلت من هناك لمصلحة آلاء محي الدين، بعد ذلك العودة لجيفرسون. صعوبات في الوصول بالنسبة للاعبي فريق القرمة، وبالتالي أومارو سيطر على الكرة، عيدها من هناك لحمد، محمد لأومارو، سيطر على الكرة، منقولة مرة أخرى محمد عدنان لآلاء محي الدين، حاول على الطرف، ممكن يمرر كرة ولكن يضطر بالعودة بعد ذلك لأومارو، من مجددا خطفها علاء، الولي علاء يحاول يعدي، نقلها على الطرف لداوود، داوود لو مر خطير، ولكن التدخل والعودة في التوقيت المثالي لهذا اللاعب يوسف أومارو اللي أبعدها خلاص إلى ركلة ركنية. توقيت رائع كان جدا من اللاعب يوسف، وبالتالي خلص الكرة إلى ركنية. نفط ميسان ربما يفكر بهدف رابع، الأمطار لا زالت تتساقط في ملعب المباراة، ملعوبة الكرة بالراس مبعدة. محي الدين يخلص الكرة مرة أخرى، عادت لي داوود، ممتازة الكرة والتسديد، ولكن التدخل الدفاعي حاضر. ماثيو نقلها لعلاء في مكان جيد داخل منطقة الجزاء، علاء سعد يسدد علاء، ولكن دفاعات القرمة، ويبدو أن هناك خطأ، هناك خطأ، مخالفة بالسلامة للاعب القرمة. قليل شاهدنا اللاعب حسن عاشور اللي غادر وترك أرضية الملعب بسبب الإصابة، وبالتالي الآن الأمور لا زالت مستمرة في ملعب ميسان. 3 أهداف لنفط ميسان مقابل هدفين للقرمة. كرة ملعوبة، البرازيلي جيفرسون ينقل كرة عالية في وسط الملعب، لكن العودة بعد ذلك والتدخل حاضر. أحمد زامل، أحمد ينقلها مرة أخرى لزميله، لكن هنا التغطية نعم لمؤمل، بعد ذلك يسيطر على الكرة، حاول صراعات مستمرة، الجولي عيد الكرة لجيفرسون البرازيلي، نقلات وتمرير، مؤمل خرج الكرة نعم بعد ما شاهد لاعب نفط ميسان إصابة حلوة. الرياضية دائما تكون حاضرة في ملاعبنا ما بين أنديتنا، ولذلك هو خرج الكرة من أجل إتاحة الفرصة للاطمئنان على لاعب نفط ميسان. جانبية بالتأكيد ستعاد بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس الروح الرياضية. الكرة عادت لدفاعات القرمة، وصلت لآلاء، آلاء محي الدين ينقلها لمحمد الباقر، تمريرة للاعب كارمو، يتحصل على مخالفة. كارمو حصل على خطأ في هذه اللحظات
مشاهدينا الكرام شوفها بالإعادة. نعم شوفها بالإعادة، وبالتالي كرة تنقل وسط الملعب. القرمة محاولة لمصلحة البرازيلي جيفرسون. القرمة يبحث عن العودة، يريد أن يعدل النتيجة بأي شكل من الأشكال، ولكن الكرة قطعت. وهنا علي عبد الجبار نعم اللي يحفز لاعبيه للأفضل في الدقائق القادمة. جانبية لمصلحة القرمة. حاولت مؤمل عبد الرضا سيطر على الكرة، يبحث عن تمريرة لأومارو. يوسف أعادها لي آلان محي الدين، عودة لجيفرسون. نقلات جميلة بأقدام لاعبي القرمة، كرة ملعوبة ولكن التغطية حاضرة، وبالتالي التدخل لماثيو في اللقطة الماضية. تلعب الكرة على لاعب الأبرز لدى نفط ميسان، بالتالي ممتازة التمريرة هذه لداوود سنغالي. لو عدى خطير هذا اللاعب، يحاول يمر بالمهارة، يا سلام على تمريره، ولكن الأقرب لريباز عبد الله حارس مرمى القرمة بغياب محمد حميد حارس منتخبنا الوطني، واحد من النجوم المؤثرين اليوم، غيابه على مستوى خيارات السيد أحمد خلف في هذا اللقاء. هذا هو قارمو الأنغولي صاحب ال 28 عام، ينقل له كرة ولكن بعيدة مرت إلى جانبي، حسبها حكم مباراة. نعم لعبة سريعة وصلت من هناك الآن محي الدين، عادها بعد ذلك الكرة العرضية، لكن تدخل وإبعاد ودفاعات فريق نفط ميسان. مؤمل ينقلها لي قارمو، تمريرة ممتازة خطيرة لا زالت، ولكن مصطفى في التوقيت الرائع، مصطفى محمد جبر أبعدها. الآن نفط ميسان يبحث عن المرتدة، هذا علاء سعد لديه 6 أهداف حتى الآن، سجل اليوم في هذه المواجهة من ركلة جزاء، وبالتالي كرة تعود لماثيو يحاول لكن أيضا اصطدمت. وبعد ذلك يوسف أومارو لاعب جيد يتحرك في كل المراكز، بالتالي يقدم أداء مميز في مباراة اليوم وحتى في المباراة السابقة أمام القوة الجوية. هنا لدينا الآن تغييرين، دفعة واحدة ربما لمصلحة القرمة، بالتالي ننتظر الأسماء اللي ممكن أن تكون حاضرة. منتظر عبد الأمير ربما سيشترك، وأيضا محمود خليل. حتى الآن نواصل أحبتي الكرام. هنا التغييرات، محمد مزهر خلاص يترك أرضية الملعب، وأيضا محمد عدنان ومنتظر عبد الأمير يشترك، وكذلك محمود خليل. تغييرين للسيد أحمد خلف في هذه اللحظات. أحبتي الكرام كرة ملعوبة لمصلحة نفط ميسان. أحمد زامل لا وجود لخطأ، بل هي جانبية، يقول المساعد السيد شاكر أو السيد محمد لوي في اللقطة الماضية. كرة منقولة قرمة، هل سيعود صقور الغربية في هذا اللقاء، أو ربما أن نفط ميسان سيذهب نحو النقاط الثلاثة ويعزز رصيده، لديه 29 نقطة، ربما يصل إلى 32 نقطة من خلال مباراة اليوم إذا ما حقق الانتصار في هذا اللقاء. كرة مبعدة وسط الملعب، محاولة هناك صافرة وخطأ. مباراة الآن بدأت تكون أسرع وأكثر إثارة. محاولة منتظر لاعب البديل عبد الأمير يحاول، لكن التدخل حاضر دفاعيا، وبالتالي الكرة أقرب بالراس تعاد لحارس المرمى. باز يسيطر على الكرة، ينقلها للبرازيلي جيفرسون لكارمو، وسط الملعب ليوسف أومارو. يوسف لاعبي القرمة يحتاجون إلى سرعة التمريرات من خلال قادم الأوقات، ولكن هنا التغطية أقرب لمصطفى لعباس فاضل. عباس نقلات جميلة، لمسة في وسط الملعب لماثيو، حاول مرة أخرى هناك لعبد الله سيطر على الكرة، خلف لماثيو، تمريرة لداوود. مباراة جميلة حتى الآن وسط هذه الأجواء المميزة والتمريرة، ولكن قراءة دفاعية رائعة للبرازيلي جيفرسون في اللقطة الماضية. كرة عادت قرمة يحاول يسقط على أرضية الملعب. نعم قد يكون لزخات الأمطار لهم أثر واضح على مسألة السيطرة على الكرة. وهنا التمريرة ممتازة، الانطلاقة حاضرة، نفط ميسان
إذا ما نجح في الوصول إلى الشباك وتسجيل رابع الأهداف ربما يقترب من الحصول. هنا أكرم، تمريرة ممتازة لعباس، ولكن بعد ذلك الكرة مرت خلاص إلى خارج أرضية الملعب. هناك تغيير قادم، ننتظر. هذا عباس فاضل، نعم تغيير قادم لمصلحة نفط ميسان. لدينا علي لطيف بالقميص رقم 11، وأيضا لدينا اللاعب علي كوت. تغييرين قادمين بالنسبة علاء سعد، خلاص يغادر علاء سعد، سيغادر. خلونا نشاهد منو اللي راح يغادر مع علاء، لكن خلاص لدينا علي كوتي ولدينا علي لطيف. ورقتين قادمة للسيد علي عبد الجبار. هذا علاء لاعب جيد، لاعب مميز، قدم ما عليه، سجل هدف، وبالتالي خلاص يترك أرضية الملعب لزميله. علي أيضا يغادر. أحمد زامل مهاجم بمهاجم، بالتالي حاول ربما يحافظ على رتم المباراة السيد علي عبد الجبار من خلال هذه التغييرات. إذن عباس فاضل في ركلة ركنية لمصلحة نفط ميسان. عباس يلعب له كرة عالية داخل المنطقة بالرأس، تبعد عن طريق كارمو، وربما هناك حالة تسلل، قد تكون راية وحالة تسلل. هذا السيد أحمد قاسم حكم مباراة اليوم، حتى الآن يدير أحداث هذا اللقاء بشكل ممتاز. كرة تصل للبرازيلي إيفرسون، يتقدم للأمام، حاول يمر، لكن الضغط اللي عامله علي، وبالتالي أو علي كوتي، نعم اللقطة الماضية يكسب من خلالها خطأ. خلف طالب لاعبي بالتقدم أكثر. كرة منقولة مؤمل عبد الرضا، تدخل لمصطفى محمد، وصلت لعباس فاضل، كرة عالية ملعوبة هنا لعلي، ولكن حارس المرمى، وبعد ذلك نعم رايح حالة تسلل وغير مباشرة لمصلحة فريق القرمة من خلال هذه الدقائق. مشاهدينا الأفاضل، أحبتي الكرام، أينما كنتم عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، لازلنا معكم في هذا اللقاء. دخلنا في الدقيقة 79 لمباراة اليوم لشوط اللقاء الثاني، وهنا محاولة خطيرة جدا نفط ميسان، ولكن هنا التدخل، ويبدو هناك أيضا إصابة لحارس المرمى باز عبد الله، قد تكون فيها بطاقة صفراء. ننتظر نترقب قرار حكم المباراة. هل هناك كرت أصفر لهذا اللاعب علي؟ نعم، بالسلامة لحارس المرمى، بالسلامة لرباز عبد الله. هذه الإعادة شوفها، حاول يمر، ولكن بعد ذلك الاصطدام مع حارس المرمى، وعلى إثرها حكم مباراة أشار إلى وجود الخطأ والمخالفة، وبطاقة صفراء نعم لصاحب القميص رقم 11 اللاعب علي لطيف اللي اشترك قبل قليل، وهذا هو السيد علي عبد الجبار. أحمد قاسم حكم مباراة اليوم 3-2. كيف ستكون الأمور؟ كيف ستمر؟ كيف ستنتهي؟ هذا ما سنترقبه معكم مشاهدينا الكرام. وهنا جماهير نفط ميسان اللي سعيدة رغم الأجواء الممطرة، ونظرات وترقب السيد أحمد خلف لقادم الدقائق. حكم مباراة نعم يشير إلى مواصلة المشوار. كرة اللعب عالية وسط الملعب، رأسية أمارة يوسف. هذا هو نعم علي لطيف اللي تحصل على البطاقة الصفراء قبل قليل، والكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، لازلنا نواصل معكم أيها الكرام. علاء سعد هداف نفط ميسان ب6 أهداف، وكيكي لديه 4. علي لطيف اللي تحصل على البطاقة لديه أيضا 3 أهداف، سجل في مرمى القاسم والكرخ وكربلاء. كرة ملعوبة منقولة وسط الملعب، محاولة لعباس فاضل، سيطر على الكرة عباس، يتابع، بعد ذلك قطعها هنا بشكل رائع. منتظر عبد الأمير، حافظ على الكرة، تمريرة عادت لي اللاعب كارمو، بعد ذلك لجيفرسون برازيلي، سيطر على الكرة، يبحث عن زميل، يجد زميله هنا يوسف قريب، وبالتالي يمرر. عودة لجيفرسون وسط الملعب، اعتماد على الكرات الطولية، محاولة لمصلحة علاء يسدد، وحارس المرمى يتصدى. اليوم تألق واضح للحارس علاء خليل من خلال مباراة اليوم. نعم، من خلال مباراة اليوم قدم أداء جيد، وكان لديه تصدي في أكثر من محاولة، وهذه واحدة منها. هذه الإعادة شوفها لعلاء، صوب، ولكن علاء خليل
السيطرة على الكرة. هذه محاولة علاء الدين الدالي كما ذكرنا لكم، هو هداف الموسم الماضي مع نفط ميسان، واليوم هو نشاهده بقميص القرمة في هذا الموسم على اللاعب والنجم السوري. كرة منقولة، محاولة تمريرة لمصلحة اللاعب جون أوكولي. نعم يحاول، لكن تدخل دفاعي لمصلحة واترا. واليو مرة أخرى عادت للقرمة، تصل لجيفرسون، يبحثون عن هدف العودة، يريدون التعديل في قادم الدقائق، لكن التمركز الجيد حقيقة لدفاعات نفط ميسان حتى الآن تجعل منهم صعوبة الوصول إلى شباك علاء خليل. رمية تماس لنفط ميسان، هذا هو مصطفى محمد اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. مصطفى محمد، كرة منقولة، عادت بعد ذلك قطعت في وسط الملعب، راسية مبعدة كالعادة، عبد الأمير ينقلها لي جوني، لكن بعد ذلك أو جون، بعد ذلك عادت لمؤمل عبد الرضا، مؤمل لكارما، كارما في وسط الملعب ليوسف أمارة ممتازة النقلة على الطرف هناك لمصلحة آلان محي الدين، تنقل هنا والتسديد، وعلاء هو العنوان الأبرز لدى نفط ميسان في هذه المواجهة، وبالتالي تسديدة النيجيري وصلت لأحضان الحارس علاء خليل. هذه الإعادة شوف المحاولة، وبعد ذلك التدخل والسيطرة على الكرة من قبل علاء خليل. حارس المرمى يلعبها بشكل ممتاز. جماهير نفط ميسان لا زالت تواصل مؤازرتها لفريقها في مباراة اليوم. 3-2 نتيجة جيد. نفط ميسان بدأ المشوار بفوز على القاسم بهدفين، وآخر مباراة أيضا انتهت بانتصار على كربلاء ب3 أهداف. هل سينجح اليوم بالحصول على 3 نقاط؟ هذا ما سنراقبه سوية. هنا محاولة وتسديدة أبعدت ربما إلى ركلة ركنية. نعم ركنية يشير من خلالها شاكر خالد حكم المساعد الثاني هي السيد أحمد قاسم، وهنا علي عبد الجبار طالب لاعبي بالتركيز أكثر في قادم الدقائق. دقائق مهمة جدا، نلعب في الدقيقة 85 من عمر هذه المواجهة. ركنية للقرمة، صقور الغربية يبحث عن العودة، يريد التعديل، يريد العودة على أقل تقدير بنقطة من مباراة اليوم. ركلة ركنية على الجهة القريبة، حاول لمصلحة القرمة، تلعب الكرة ممتازة بالراس، ولكنها مرت وعادت. هنا المتابعة، تلعب الكرة، بعد ذلك التسديد بالمباشر، خطيرة علاء. الله يا علاء، الله يا علاء يا خليل. نعم هو نجم مباراة اليوم، تصدى في أكثر من محاولة وفي أكثر من كرة، ولا زالت المحاولات مستمرة. هنا للقرمة تبعد إلى ركلة ركنية. بدأ لاعبي وأبناء الكابتن أحمد خلف يشكلون خطورة في هذه الدقائق من أجل هدف العودة والتعديل في هذه الدقائق. ركلة ركنية ملعوبة، الكرة عالية داخل المنطقة بالرأس، لكن تدخل وإبعاد. نفط ميسان بدأ يتراجع في هذه الدقائق، والقرمة يواصل مشواره الهجومي، وممكن عاد الكرة العرضية في هذه اللحظات تصل خطيرة، تمريرة، لكن تدخل وإبعاد. مرة أخرى قرمة ضغط يتواصل للنيجيري، يحاول، لكن بعد ذلك عباس فاضل ممتاز احتكاك الكرة والحصول، لكن صعبة. مؤمل يسترجعها كل لاعبي القرمة إلى المقدمة. هنا سقوط على أرضية الملعب، لكن حكم مباراة يشير إلى مواصلة المشوار. كرة تصل للقرمة، منتظر عبد الأمير، حاول يمر، حاول يعدي، لكن اختار التمرير والكرة العرضية التي بعد ذلك وصلت لأقدام لاعبي نفط ميسان. وهنا عبد الله خلف في التدخل والإبعاد. نعم في اللقطة الماضية تحولت، وهنا حكم مباراة ربما تغيير قادم. سجاد رعد، هذا اللاعب اللي مثل كربلاء ونفط الوسط، وبالتالي التغيير القادم والورقة القادمة وأيضا نفط ميسان، وبالتالي أحبتي الكرام بديلا لمن قد يكون لآلاء محي الدين.
الآن محي الدين العام اللي غادر خلاص. أحمد خلف يرمي بالأوراق الهجومية وبالتالي يفكر بالعودة والتعديل. سجاد لاعب جيد في وسط الملعب، بالتالي الكرة تعود هنا بالراس، تبعد عن طريق علي، وصلت لجيفرسون برازيلي. محمد الباقر حاولون، القرمة يريد العودة، ونفط ميسان يبحث عن نتيجة الانتصار، وإذا ما تحقق فهو انتصار مهم جدا. كرة ملعوبة داخل المنطقة، لكن على خليل دائما هو العنوان الأبرز، على خليل في الكرات الهوائية. مشاهدينا الكرام في كل مكان تابع معكم هذه اللقطة، هذه الإعادة، ولكن الكرة مرت بهذه الصورة، وبالتالي مشاهدينا الكرام شوفوا الإعادة، شوفوا اللقطة اللي مرت وأبعدت. إذن خلاص، إذن بهذه اللحظات سنعود معكم مشاهدينا الكرام إلى الزميل العزيز أمير علي ليكمل ما تبقى من دقائق هذه المباراة. تفضل زميلي أمير. شكرا عباس. إذا مشاهدينا الكرام العودة إلى أحداث شوط المباراة الثاني. هنا اللحظات الأخيرة، الدقائق الأخيرة، تقدم لفرسان المملكة ومحاولات صقور الغربية من أجل العودة إلى المباراة. هنا كرة تلعب ورأسية لم تأتي إلى منتظر عبد الأمير الوافد الجديد، يتقدم الآن، يحاول ينتظر مع جبر. هنا المحاولة وما بين المشترك ما بين الطرفين هو اللون الأبيض، نادي الزوراء. منتظر، هنا محاولة لهدف أول قد يأتي في مرمى الحارس علاء، والأهداف منتظر لم يحضر مع القرمة. وهنا عباس فاضل يلعب الكرة وتعود الكرة مرة أخرى. جيفرسون سيلفا ضيعها البرازيلي، هذا علي كوتي الذي يتدخل في الكرة الأخيرة، واعتراض السيد علي عبد الجبار على عدم وجود المخالفة. إذن الحكم كان قريب ويرى هذا علي كوتي، يعني كيف أتى نفط ميسان بعلي كوتي هنا؟ الأمر الذي حقيقة يحسب لإدارة نفط ميسان. هذا هداف دوري الدرجة الثانية في محافظة الناصرية وفي محافظة ذي قار، ومع فريق يلعب في الدرجة الثانية فريق تشرين. لم يؤخذ إلى نادي الناصرية ولم يفكروا فيه، ورغم أن الفريق يريد الوصول والعودة إلى دوري نجوم العراق، لكن نفط ميسان فكروا جيدا وسرعان ما انتدبوا هذا اللاعب. وفي أول مباراة في الدوري هذا الموسم سجل في مرمى القاسم. ديمي داودا قيامي يغادر، وحسين علي يشترك الآن، لاعب شاب من أبناء النادي يشترك في هذه اللحظات. التغيير الذي أجراه السيد علي عبد الجبار غير الكثير. وهنا المحاولة التي تلعب مع تغييرات أحمد خلف، فرصة تصل بالرأس بشكل ممتاز، تنقل على الجهة اليمنى، عملية التقدم. محمود خليل يحاول، ولكن هنالك تدخل بشكل ممتاز من مهند أو عبد الله خلف، ولكن إبعاد يأتي في هذه اللحظات. 3 لاعبين أصبحوا في المحور الدفاعي، مهند وعبد الله وسواليو كواتارا. فيما كرة تلعب الآن، الكرة في الوسط، كارمو يلعبها مع سجاد رعد عالية، وإبعاد يأتي، قدم له كرة على طبق من ذهب قد يأتي بها أوكولي، ولكن لم ينجح بها أوكولي. الهوائية ضاعت في هذه اللحظات، والكرة العالية التي كان عليها ماديرا، هذا محمد الباقر كريم الذي سدد الكرة، وبالتالي المحاولة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. من اللقطة على الجماهير، وهنا التدخل الأخير مع كرة هوائية جميلة من محمد الباقر. صقور الغربية تريد أن تعود من المملكة ولو بنقطة، من مملكة ميسان، مع المواجهة لفريقها نفط ميسان. إذن حيرة على جماهير القرمة، الخسارة التي تحضر حتى الآن مع الفريق إذا ما حدثت فهي الخسارة الثانية لنفط ميسان أو للقرمة عفوا، والانتصار التاسع لنفط ميسان، يتساوى مع انتصارات أربيل. هنا كرة تلعب، نفط ميسان يتقدم في سلم الترتيب إلى مركز 7، وأيضا خسارة القوة الجوية إن حدثت اليوم أمام الحدود فهي من مصلحة القريبين، يعني قاسم، نفط ميسان، أربيل، هذه الفرق القريبة. هنا كرة تلعب وتقدم في هذه اللحظات لكارمو، يتقدم كارمو الأنغولي، يلعب كرة مع منتظر أوكولي، العائد مرة أخرى، سجاد يحاول، ممتاز بالكرات البعيدة، مرت
مرت بجوار القائم وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى الآن عند حارس المرمى على خليل. هذا سجاد رعد نجم النوارس، نجم الامبراطور أربيل الذي وصل مع الكناري مع الكرخ مع نجف مع كربلاء مع نفط ميسان قبل أن يذهب إلى كربلاء، ولديه هدف مع كربلاء في الموسم الماضي من ركلة حرة مباشرة جميلة جدا سجلها هنا في مرمى الحارس على ما أعتقد أمجد رحيم في بطولة الكأس. هنا كرة تلعب رأسية بشكل ممتاز تبعد من دفاعات فريق القرمة، بينما كرة إلى حسين علي البديل. الآن كرة في مكان ممتاز للرابع للختام لتأكيد الثلاث نقاط والانتصار. يحاول في كرة ينتظر والتدخل موجود من محمد الباقر. ماديرا يتدخل بشكل ممتاز ومحمود خليل الذي أخذ الجانب الأيمن بعد خروج الآن محي الدين، خروج حسن عاشور، خرج الظهيرين وبالتالي التغييرات تواصلت وخرج الجناحين والكرة تلعب في هذه اللحظات. عملية التقدم مؤمل ممتاز يلعب الكرة وهنا المحاولة الواصلة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية في هذه اللحظات وعلى التنفيذ منتظر عبد الأمير فيما ينتظر كارمو في مكان أمارو. كانوا ينتظرون منه الكثير لكن يوسف لم يقدم شيء في هذه المباراة يذكر ويشفع للقيمة الكبيرة ليوسف أمارو. بينما كرة ممتازة بينما لحظة العودة ولكن الدالي رفض أن يسجل بعد تدخل سواليو دابيلا كواتارا المحترف الإيفواري من ساحل العاج، كوت ديفوار بالفرنسية، بلاد العاج، ينشر العاج على سواحل كوت ديفوار. والآن المدافع يظهر هنا العاجي وإبعاد يأتي في هذه اللحظات بينما تدخل وكرة تلعب إلى الأمام واصلة. التقدم العلي لطيف، علي الممتاز ينقل كرة بشكل رائع. عملية الانطلاق في هذه اللحظات وانطلاقة سريعة تأتي. المحاولة الآن عباس فاضل يلعبها كروس جميل لكن هنا تدخل من مؤمل عبد الرضا. مؤمل يحاول في كرة، مؤمل الذي ينقلها عالية إلى الأمام بشكل ممتاز يبحث عن محمود خليل ولكن الكرة تعود والمحاولة تصل في هذه اللحظات لصالح لاعبي القرمة. أمارو على التنفيذ وعلى الكرة الأخيرة. أحمد خلف يقول الكل إلى الأمام عسى ولعل أن نعود حتى ولو بتعادل. هذا المدرب الجريء، هذا المدرب الذي لا يهاب دفاعات ولا هجوم ولا تدخلات ولا مرتدات، ويخرج عندما يريد أن يخرج ويعود عندما يريد أن يعود. هنا كرة إلى الأمام، محاولة أوكولي وجبر يلعب الكرة لكن هنالك أوفسايد. في هذه اللحظات هنالك تسلل مصطفى محمد جبر في التدخل الأخير. سعد الحكم رفع الراية وأشار إلى تسلل. هنا المحاولة التي وصلت بضربة حرة غير مباشرة، فتح اللعب من السيد أحمد خلف وتقدم أكثر إلى الأمام ربما يكلفه هدف. بالمرتدات فريق نفط ميسان سيفتح فراغات في دفاعات القرمة. هنا المحاولة من مؤمل عبد الرضا يلعب كرة في الخلف، تصل من أمارو يلعب الكرة إلى دالي ولكن نصر قاسيون لا يمكن أن يحلق أكثر من الذي حلق في شوط المباراة الأول لذلك لم يسجل حضور. هنا مهند حبيب قدم مباراة كبيرة. مهند في قلب الدفاع عوض الغياب لعلي حلو وأيضا الغياب الآخر الذي كان لألكسندر يوني. محاولة تلعب من القرمة آخر اللحظات. علاء يخرج وعلاء حاسم جدا. علاء يقدم مباراة كبيرة، أعتقد بأن جلوسك في الدكة سيطول يا حسن يا نجم بعد هذه المباراة الكبيرة التي قدمها على خليل. ربما الجلوس طويل. هذا أمارو من جمهورية النيجر الوافد من الملعب التونسي، الأعلى قيمة سوقية في دورينا إلى الآن. هذه محاولة تلعب، عملية التقدم لكن تدخل بذكاء سقط كارمو
أو أوكولي، وربما حكم المباراة يعطي انذار، وهذا ما قاله أوكولي. لكن هذا التدخل وهذه الخطورة لو في مس بقوة والحكم يعود إلى تقنية الفار بالمباشر، ريد كارت أحمر ولا حديث. وهنا مخالفة لأوكولي مهاجم الفريق، مهاجم القرمة. الآن يعود جون أوكولي. ضربة حرة مباشرة يا سجاد يا رعد بذكريات الماضي. سجلوا كل لاعبي نفط ميسان الحاضرين، والأهداف كلها سجلت عن طريق لاعبين سابقين لنفط ميسان. هل هذه أيضا؟ ولكن الجدار ردها الجدار. لربما كنا على موعد مع هدف للاعب آخر كان يلعب لنفط ميسان. سجاد رعد يحاول على ركنية أخيرة في محاولة عالية. أمره ستندم عليها كثيرا يا محمد، والكرة ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. ظهر يوسف بحسنة وصلت إلى محمد، والكرة والأرض رفضت أن يأتي هدف في مرمى أصحاب الدار. لاحظ في أي توقيت وبأي طريقة أتت كرة على طبق من ذهب، وهذه الكرة التي لم يحدث فيها مس، وكان محق حكم المباراة بأن المخالفة كافية. أيها الأحبة أيها المتابعون، الحكم ينهي أحداث هذه المباراة. نفط ميسان يقفز من 10 إلى 7 ليساوي القاسم وأربيل بالنقاط ويصبح لديه 32 نقطة، والقرمة يتجمد رصيده عند 27 نقطة ليتراجع إلى المركز 12 بعد انتصار نوروز على ديالا. مبروك لنفط ميسان، هارد لك للقرمة. مباراة ممتعة، مباراة مثيرة، حضرت فيها الأهداف. شكرا للمدربين على هذا الأداء الرائع وطريقة اللعب الجميلة، وأيضا شكرا للاعبين من هذه الأجواء الرائعة والجميلة والصورة العلوية لميسان العزيزة. أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في مواعيد قريبة.